أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بكل جراءة. رغم أن كلمة التطرف لم ترد في الكتاب والسنة، إلا أن المتطرفين في المجتمع الإسلامي أضحوا كثر. تنظيمات إرهابية متشددة لبست ثوب الإسلام وروجت نفسها من خلال آيات قرآنية وأحاديث وفقا لفتاوي بعض الشيوخ الذين رأوا في التطرف نهجا يمنحهم شرعية قطع الرؤوس ورفع السلاح في وجه العزل تحت مسميات الجهاد، متجاهلين أن القرآن الكريم أشار على أن الأمة الإسلامية هي أمة وسطة في طروحاتها ومنهجها. فلماذا انحرف بعض المسلمين عن الوسطية التي نادى بها القرآن والسنة؟ وهل ساهم بعض الشيوخ في تطرف بعض الشباب وغلوهم؟ ثم ما هو المطلوب من قبل المفكرين والدعاة لتصويب أوضاع المتطرفين؟ مشاهدينا، الخطاب الديني بين التسامح والتعصب عنوان حلقتنا لهذا المساء، وللوقوف عند محاورها والإجابة على أسئلتها باسمكم يسرني أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو. أرحب بداية بالداعي الإسلامي الشيخ الأستاذ مصطفى أبو رمان، أهلا وسهلا. الله أهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. كما يسرني أيضا أن أرحب بالداعي الأستاذ الشيخ طبعا ثابت الخواجة، أهلا وسهلا أستاذ ثابت. الله يخليك، حياكم الله. الله يحييك. شيخ مصطفى، دعني أبدأ من عندك بداية. يا سيدي، رأينا بأن هنالك من يصف بعض المتطرفين رغم ادعائهم بأنهم هم من يقف على الصواب من حيث طبعا يعني سلوكهم الديني على الأقل. يقولون بأننا نحن من يطبق الشريعة كما نزلت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فبالتالي نرى بأن البعض ينظر إليهم بأنهم حاولوا أو يسعون إلى تشويه صورة الدين السامحة، إلا أن هنالك من يدافع عن تفكيرهم وعن طروحاتهم وعن سلوكهم. المتابع من المسلمين ومن غير المسلمين يرى بأن هنالك تناقض نسبي عند البعض فيما يتعلق بتعريف أو شرح آيات القرآن والأحاديث النبوية. ردا على هذا الكلام شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة، شكرا للجوسات، وأهلا بالضيف العزيز الأخ دكتور ثابت. حقيقة يعني النظرة إلى هؤلاء وما يستمدونه هم، من أين يستمدون فكرهم، فقههم، علمهم. هذه الفئة يعني هي ليست جديدة على الأمة الإسلامية، هي بدأت في يعني من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان فهم النصوص أو عدم إدراك النصوص هو سبب رئيسي في ذلك، مما جعلهم يعني كما يصفهم سيدنا الإمام علي، يعني هل هم يعني كفار؟ قال لا. من الكفر فروا. هل هم منافقين؟ قال لا، هم من المنافقين من النفاق فروا، والمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ألا ترونهم أنهم يذكرون الله أكثر منكم؟ نعم. فتراهم يعني أكثر الناس ذكرا وأكثر الناس عبادة وصياما وصلاة، ولكن فهمهم كان مختلفا عن فهم سيدنا علي عندما خرجوا عليه. وذكر بعد ذلك يعني أنه قال إخواننا بغوا علينا. فهمهم كان للقرآن العظيم يؤدي بهم إلى هذه النتيجة. الفهم للقرآن العظيم يجب أن يكون هناك يعني ليس فهمك الخاص، يجب أن يكون الفهم تابع لمرجعية علمائية دينية. يعني حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان إلى سيدنا علي، يعني كان منهجهم أنهم ينظرون في كل مسألة تطرح عليهم، ينظرون إلى كتاب الله عز وجل، فإن وجدوا فيها جوابا أخذوا به، فإن لم يجدوا فبسنة رسول الله، فإن لم يجدوا جمعوا الصحابة الكبار الذين يعني يعرفون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألهم سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر كذلك، يسألهم هل عندكم شيء في هذه المسألة؟ فإذا كان عندهم شيء، وإلا بعد ذلك اجتهد رأيه هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بهذه القضية. نعم. إذن هؤلاء هم يعني فهمهم كان فهما لكتاب الله عز وجل أو لنصوص أو لأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا
وصلوا به إلى هذه المنهجية، اللي ربما الآن نسميها أيديولوجية، لأنه تبنتها يعني مذاهب أو أحزاب أو جماعات تبنت هذه الفكرة، فأصبحت أيديولوجية لهذه الجماعة أو لهذا الحزب أو لهذا المذهب، وأصبح يعني جزءا من الأمة لا نستطيع أن ننكره. إذن لكن نظرة الناس، لأنه الناس عوام، عندما يأتيهم بآية من كتاب الله عز وجل أو بأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون له، فيسمعون له على أنه هو فعلا والله يا أخي يتكلم بكتاب الله والسنة. نعم. هذه نظرة الناس إليهم. بس شيخ مصطفى، تفضل. يعني تحدثت يعني وجاء في معرض حديثك وقلت بأن الفهم يجب أن يكون نابع من مرجعية. طيب، أكيد. إذا تحدثنا عن هذه التنظيمات المتطرفة المتشددة، نعم. التي قطعت الرؤوس وأفتت بتكفير الآخرين، هذه التنظيمات أيضا حينما يتحدث أصحابها يقولون بأننا فهمنا الدين ونحن الآن فكرنا نابع من مرجعية، بما معناه أن هنالك العديد من الشيوخ الذين كانوا الثقات، كانوا يوصفون بالثقات، هم الذين أفتوا لهم وروجوا هذا الفكر منذ بدايته. الآن اختلفت الصورة، أصبح العالم كله يدينه، لكن إذا عدنا لبدايات على سبيل المثال النصرة وداعش وغيرها، طبعا البعض يقول بأن هذه التنظيمات أساءت وشوهت أو انحرفت عن الدين الإسلامي أو تعاليمه. فبالتالي إذا تحدثنا عن موضوع المرجعية نرى بأن الشباب حينما ذهبوا وانتسبوا إلى هذه التنظيمات أيضا كان هنالك مرجعية غذت فكرهم، صحيح. وبالتالي لا زالوا موجودين. طبعا صحيح. هذه المرجعية لا زالت موجودة وتتحدث. نعم، صحيح. وتسوق للمجتمعات. طيب تفضل. نعم، هي أنا أقول لك يعني عندما مشايخهم وثقاتهم وعلماؤهم ومرجعياتهم درسوا هذا الفكر وهذا المذهب وهذا المنهج الذي هو المنهج الذي يختلف عن كل المذاهب الأربعة، ويختلف عن المذاهب الثمانية حتى، وليس المذاهب الأربعة، يختلف عن المذاهب الثمانية في الإسلام. هذا المذهب جديد على المذاهب الثمانية وليس من المذاهب الثمانية، أقصد بها الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإباضية والجعفرية الاثنى عشرية والظاهرية التي كانت والآن ليس لها وجود. هذه الثمان مذاهب كلها لو رجعت إلى مرجعيتها في كتب الفقه لن تجد ما تقوله هذه أو هؤلاء المتطرفون أبدا. لا تقول المذاهب الثمانية بما يفعله الآن هؤلاء الناس. هؤلاء استمدوا شرعيتهم ومرجعيتهم من بعض المشايخ الذين يعني يتبنون حزبية طائفية، إقصاء للآخر، مصادرة للآخر، ابتعادا عن المذهبية. نعم. التي كتب فيها رحمه الله تعالى البوطي عندما قال اللا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. فهذه اللا مذهبية واتخاذ مذهب واحد، وهذا المذهب يعني أخذوا منه أقوالا. مثلا أجيب لك على سبيل المثال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان المرجع الأول ودخلوا مكة فاتحين فقال اليوم يوم الملحمة، صحح النبي هذا الفهم لهذا الصحابي فقال اليوم يوم المرحمة. فتصحيح الفهم عند المرجعية للناس، للعلماء، للأتباع، للذين يعني يقلدون، المقلدون يجب عليهم أن تصحح أفهامهم، لكن نعم. هؤلاء لا يريدون أن يصححوا ولا يعني لا يرضون بالآخر ولا يقبلون الآخر. هدفهم ومنهجهم يعني لا يتزحزحون عنه أبدا. هم يريدون فقط منهجهم الذي هم يعتبرون أنفسهم أولياء الله على الأرض، خلفاء الله على الأرض، هم الوكلاء عن الله عز وجل. فكل ما يعملونه هو كما يفهمون أنه بأمر من الله، بأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم السقيم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. جيد. أستاذ ثابت، سمعنا هذا الكلام من قبل الشيخ مصطفى أبو رمان، لكن بنفس الوقت رأينا بأنه المعضلة أو المشكلة تكمن فيما يتعلق بتفسير بعض نصوص القرآن والأحاديث النبوية. انحرف بعض المشايخ أو يعني وظف الدين لغايات أخرى مذهبية ولغايات سياسية أيضا، فبالتالي كان الدين وكان أبناء هذه الأمة هم الضحايا بالدرجة الأولى. ونرى بأن التطرف بات هو العنوان أو السمة الأبرز للدين الإسلامي، وخصوصا
عند الغرب أو عند غير المسلمين. البعض أو الكثير من غير المسلمين أصبح يخاف من هذا الدين الذي دعا إلى التسامح والرحمة، ولم يذكر كلمة التطرف طبعا، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، لكننا نرى بأن من صفات أو من ملامح هذا الدين بأنه دين قتل ودين تعطش للدماء ودين يعني إلغاء الآخر وغير ذلك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أذكر بمقولة الإمام علي رحمه الله، قال: الدين أس والسلطان حارس، فمن لا أس له فمهدوم، ومن لا حارس له فضائع. الآن لا أحد ينكر، لا أنت ولا الشيخ مصطفى ولا أحد ينكر أن هذا الإسلام دين والدولة جزء منه. لا بد من وجود دولة إسلامية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية. الآن عندما غابت الدولة الإسلامية أصبح يظن البعض أن في مقدوره أن يقوم نيابة عن هذه الدولة، فأصبح يأخذ بعض الأحكام ويطبقها ولا يعلم أنها هذه من واجبات الدولة وليس من واجبات الأفراد. فبدل أن يتجه للعمل لإقامة دولة إسلامية لاستئناف حياة إسلامية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، أخذ يتجه ليطبق الإسلام بالكيفية التي يراها والتي يظن أنها صحيحة، وأصبحت مرجعيته ليست القرآن والسنة، أصبحت مرجعيته قال ابن تيمية وقال فلان وقال علان. نحن لا يوجد عندنا عصمة يا أخي محمد، والشيخ مصطفى يعلم، لا يوجد عندنا عصمة في الإسلام لأحد، العصمة لله وللرسول. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصحح: الله عز وجل ليس له عصمة، الله عز وجل هو العاصم. أنا أقصد أن العصمة هي لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن المرجعية هي قال الله وقال الرسول. الآن يا أخي محمد يعني الشيخ مصطفى يعني نأتي إلى كلمة تطرف. لا، هذا مصطلح لم نأتي به نحن، أتت به أمريكا والصليبية الجديدة فوصمت كل مسلم يريد أن يقيم دولة الإسلام وأن يبحث عن الإسلام كدولة، أصبح هذا الرجل متطرفا. لم نسمع في عصابات الهاجانة والذين ذبحوا في فلسطين من اليهود، لم نسمع تطرف، ولم نقل أن هذه المنظمة متطرفة ولا هذه المنظمة معتدلة. الإسلام هو الإسلام، لا يوجد عندنا إسلام متطرف، لا يوجد عندنا إسلام معتدل، لا يوجد عندنا إسلام وسطي. الإسلام هو الإسلام الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التطرف هو مصطلح أوجده الغرب لينفر المسلمين من الإسلام، فأصبح يطلق على من يريد إقامة أو استئناف حياة إسلامية لتطبيق شرع الله، هذا متطرف. إذن هم ماذا يريدون؟ نحن نعلم وأنت تعلم أن الإسلام فيه 3 علاقات أخي محمد: علاقة بينك وبين ربك، علاقة مع نفسك، وعلاقة مع الآخرين. العلاقة اللي بينك وبين ربك ما حدش بيتدخل فيك فيها. ليش؟ بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج، هذه علاقة بين الإنسان، بين المرء وبين الله. الآن العلاقة اللي مع نفسك أخلاق، هذه أيضا ما حدش بيدخل فيها. الآن العلاقة مع غيرك لا بد من وجود دولة تطبق الأحكام والمعالجات التي تحصل نتيجة الخلافات بين الناس في معاملات، في عقود، في بيع، في شراء. الآن هذه المعاملات ألا تحتاج إلى معالجات؟ تحتاج. هذه العلاقة اللي هي يجب أن يكون هناك دولة لتقيم وتطبق الأحكام والقوانين الإسلامية. الآن الدولة غائبة أخي محمد، فهؤلاء يرون أنهم يقومون مقام الدولة في تطبيق الأحكام. الآن نحن لا نريد نجيب على قدر السؤال. وين يعني هؤلاء هم الجماعة الذي يطلق عليهم متطرفين، هم ليسوا من الإسلام. يعني هذا العمل لا يعترفون بالدولة أساسا. لا، هم بدهم دولة إسلامية، هم بدهم دولة إسلامية. هم يريدون دولة إسلامية، بس إيش؟ بالصورة والكيفية التي يرونها، وليست بالصورة الصحيحة والحقيقية اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم أقاموا دولة في العراق ليست بالطريقة الشرعية ولا بأي طريقة يعني تمت الإسلام بصلة، أو نازلين ذبح وما ذبح. الشاهد أننا لا بد من إقامة دولة، لأن هناك كثير من الأحكام لا يمكن أن تطبق إلا بوجود دولة إسلامية. إذن هؤلاء يرون في أنفسهم أنهم نائبون أو نائبين عن الدولة الإسلامية، وهذا خطأ. العمل يجب أن يكون منصب لإقامة دولة إسلامية، وليس منصبا لتطبيق أحكام يجب على الدولة أن تطبقها. طيب، هؤلاء حينما فكروا بهذا التفكير ألم يأتي أو ينبع هذا التفكير وفقا لبعض الفتاوي من قبل بعض الشيوخ؟
البعض يقول ابن تيمية، أنت ذكرت ابن نعم. تيمية طبعا. البعض يقول بأنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا شيخ وله فتاويه وله دروسه وله أحكامه التي طرحها طبعا وله شروحه، فبالتالي أصبح مرجعية لكثير من المسلمين في عصرنا الحالي. أنت تقول بأن العصمة لله، أو يعني عصمة للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا. فبالتالي الآن البعض يعني رأينا فيما يتعلق بموضوع حينما استشهد الطيار معاذ الكساسبة، رأينا بأن تنظيم داعش لم يستشهد بآية قرآنية أو حديث نبوي، وإنما بنص نسب إلى ابن تيمية الشيخ الجليل كما يقولون طبعا. الآن بما معناه أن هنالك لم يأتي هذا عبثا، يعني هذا الفكر المتطرف أسس له منذ زمن والآن ينفذ على أرض الواقع. تفضل. مش صحيح هذا الكلام. كيف مش صحيح؟ لماذا؟ نعم. لأن ابن تيمية عندما جاء بهذا الفكر كان هناك دولة إسلامية وكان هناك خليفة، فقال هذا القول لواقع معين في دولة إسلامية في خلافة إسلامية. نعم. لم يقل هذا القول في واقع ليس فيه دولة إسلامية، في فرق. طيب يعني نفهم من كلامك بأن فتاوي ابن تيمية في ذاك لا الوقت تنطبق على واقعنا. لا تصلح لأن لكن مأخوذ بها حاليا. لا، هذا جهل، لأن هذه الأقوال وهذا الكلام وهذه الفتاوى وهذه الأحكام وجدت في ظل خلافة إسلامية وفي ظل دولة إسلامية. الآن لا يوجد دولة إسلامية، فهذه الأحكام لا يجوز إنزالها على هذا الواقع. طيب الآن أنت قلت بأنه لا يوجد إسلام وسطي أو متطرف. نعم. من حيث الإسلام لا يوجد. نعم. طبعا، لكن هنالك مسلمون متطرفون ومسلمون وسطيون. كويس؟ نعم. بدليل ونرى طبعا يعني نعم. وهم بيننا موجودون طبعا يعني. فبالتالي المتطرف يقول أنا أخذت كل أفكاري من الدين، والوسطي يقول أيضا من الدين، وعليه هنالك مسلم متطرف وهنالك إسلام متطرف وهنالك إسلام وسطي انطلاقا أو وفقا لبعض الشروحات. بمعنى آخر وكأنه كل مسلم يقوم بشرح الأحاديث والآيات وفقا لأهوائه أو كما يريد هو. تفضل. حقيقة هو يعني لا نظلم الإسلام أخي محمد، لأنه لا يوجد إسلام متطرف ولا يوجد إسلام معتدل ولا يوجد إسلام وسطي. الإسلام هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. والله أناقشك في يوجد. النقطة. نعم. يا أستاذ يوجد أناس. من وين أخذ المسيحية؟ يعني حتى أخذ اليهودية. نعم. من وين أخذها؟ هذا تطرف. نعم. هذا ليس حقيقة خطأ. نعم. إنجازا لنا التعبير فقهيا، هؤلاء مخطئون. أما أن نقول متطرفون فهذا مصطلح قالته أمريكا والغرب الصليبي لكل مسلم يدعو إلى إقامة دولة إسلامية، فانصب فأخذوا وأسقطوا على جماعة معينة تريد الجهاد، وهي لا تعلم أن الجهاد في الإسلام لا يمكن أن يتم إلا بوجود خليفة وقائد ومسلم حقيقي. طب نصبوا على إذن هؤلاء عندما أطلقت عليهم أمريكا والغرب، عندما أطلقت عليهم أعدائنا، عندما أطلقوا عليهم متطرفون، هم لم يريدوا هؤلاء حقيقة، يريدوا أن يوصموا أو أن يصوروا أن الإسلام متطرف. لو قال هذه الفئة متطرفة على الرأس والعين، بس هم قالوا الإسلام متطرف. لا يوجد إسلام متطرف. نعم يوجد فئة مخطئة، فئة ضالة، فئة ليست على الهدى. نعم انجز لك بدك تسميهم فئة متطرفة، سميها فئة متطرفة. أما لا تقول لي إسلام متطرف وإسلام معتدل. لا يوجد عندنا إسلام متطرف وإسلام، الإسلام والإسلام، ولا يوجد إسلام وسط اللي بيدعوا إله. الإسلام الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط في الإسلام هو الفضل، العدل. نحن أمة عدل وإنصاف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الأمور أوسطها أفضلها. يعني الناس بتصوروا يا أخي محمد إنه خير الأمور أوسطها، إن الوسطية هنا حدين. يعني أنت لما تقول لي والله أنا إسلام وسط، كيف يعني إسلام وسط؟ في كفر وفي إيمان. طيب وين الإسلام بده يجي؟ عفوا دقيقة شوي، وين الإسلام بده يجي؟ لا ما بيجيش وسط. نعم. طيب. يا كفر يا إيمان. نعم. يا حق يا باطل. طيب الآن بنفس الوقت أنت تتحدث شيخ ثابت حتى نبسط المعلومة للمشاهد للمتلقي. أنت تقول لا يوجد هنالك إسلام متطرف. نعم. طيب من يتبنى التطرف؟ بمعنى آخر الآن باعتقادك هذه التنظيمات المتشددة مثل داعش ومثل النصرة ومثل السلفية الجهادية وغيرها، طبعا سمي ما شئت، كويس، هؤلاء بنظر المجتمع هم مسلمون متطرفون. أنت باعتقادك هم مسلمون ولا أساءوا للإسلام؟ هم أخطأوا. البعض أخطأ. ما في أخطأ. نعم. أنت تقول نعم. ما في نعم. خطأ. هذا دين. أخطأ. نعم. ضل. نعم. ولكن ضل. الذي يريدهم أن يستمروا في هذا الخطأ وأن يبقوا في هذا الخطأ هو عدونا.
هي أمريكا، هي بريطانيا، هي فرنسا، هي روسيا، هم يريدونهم، هم حشروهم في زوايا معينة وأوجدوا ظروف معينة حتى يقوموا هؤلاء بالأفعال التي يقومون بها الآن. لماذا؟ لو سمحت لي، يعني رضا المشايخ والمراجع الدينية يعني من المسلمين الآن عنهم وسكوتهم عنهم، يعني هذا أكبر من جريمة المؤامرة الكفار. وأعطاهم شرعية شيخ الجهاد مصطفى كويس. شيخ مصطفى يعني شيخ مصطفى الآن ليش العلماء ساكتين؟ أنت الآن مش راضي ساكتين عنهم. لماذا سكت العلماء عن عدم تطبيق شرع الله؟ لماذا سكت العلماء عن أن الأقصى يداس ويهان يا شيخ؟ لماذا سكت العلماء عن إلغاء فريضة الجهاد؟ بدي أجيب لك مثال بس، الله يرضى عليك. دقيقة شوي، دقيقة شوي، خلينا نكمل. إذا العلماء أين هم العلماء؟ أين هم علماء المسلمين؟ إما تجدهم على أبواب السلاطين أو في أماكن لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ألا يستحق الأقصى يا شيخ مصطفى وقفة أمام الله يسأل عنها أمام كل الله؟ كل هؤلاء نعم نقول لهم الآن لا توجد دولة إسلامية. كل هؤلاء بس الله يرضى عليك. يعني الآن نعتبر، الله يرضى عليك، أنا بدي أجيب لك محمد نعتبر اللي بدافعوا عن الأقصى متطرفين. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقع خلاف في زمن النبي. وقع خلاف بين الأوس والخزرج، بين الأنصار والمهاجرين، بين المهاجرين ببعضهم. لكن كان في قوة تدخل سريع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مباشرة، يعني طوارئ، إمرجنسي، يعني قوة تدخل سريع، يتدخل فيهدئ الفتنة ويعيد الصحابة إلى النهج الصحيح. ليش؟ في قائد، في مرجع. لحظة شوي، هاي النقطة. التربية العقائدية كانت تربية صحيحة يا شيخ محمد، فكان بس مجرد تذكير أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. معلش دقيقة شوي. الآن لما بصير عندنا حادثة واحدة بالأردن، ما عندنا صار فتنة كفتنة سوريا والعراق وليبيا واليمن. الآن لما يصير عندنا فتنة بالأردن، العلماء مش مطلوب منهم تقول لي علماء سلاطين وغير علماء سلاطين. أين فهم هذا الرجل اللي أنا بعتبره متدين وعالم وخطيب ومنبر وإعلام وكذا إلى آخره، ما يقف ويقول لجمهوره اللي بيصلوا وراه، يقول لهم يعني إياكم والوقوع في الفتنة، هذا الأمر فيه فتنة. لماذا هو لا يكون مع أمته، مع وطنه، مع إنسانيته، مع الرحمة التي أنزل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا تجد يعني عندما حصلت الحادثة الأخيرة عندنا في الأردن، الكل هب وصار بده يقتل، يعني أعوام وعلماء ودعاء وخطباء. لماذا؟ لأننا لا نعرف يعني قيمة الوطن ولا قيمة الإنسان ولا قيمة الأردن، هذا الذي نعيش فيه بأمن وأمان وسلام. لا يعرفون قيمة ما يدرسونه وما يقرؤونه. يعني أين قوة التدخل السريع من علمائنا من مشايخنا ليدرأوا الفتنة؟ أنا أستطيع وحدي أن أدرأ فتنة. يعني كان إبراهيم أمة. ولهذا لماذا إذا أنت تفهم هذا الكلام لماذا أنت لا تكون أيضا درءا للفتنة؟ بلاش العلماء يا أخي، أنا وأنت. أنا لست عالما ولا أريد أن أسمي نفسي بصف العلماء ولا طويل بعلم، لكن أستطيع أنا كمسلم أن أتدخل في الوقت الراهن وأقف أمام أي واحد من أبناء هذا البلد يتعرض للفتنة، يتعرض للخطر، أقف معه بجانبه، ليس تأييدا لباطل هو عليه. يعني هذه يعني يحتاج إلى توضيحها إذا صار في مجال، ولكن هناك قوة تدخل سريع يجب أن تكون من كل عاقل ذو حكمة ذو فهم رشيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وارجيني واحد ألهم رشده في الحادثة الأخيرة. نعم. طيب بس أشرك الأخوة عبر الهاتف أرجوك. الأستاذ أحمد أبو قدوم من عمان عبر الهاتف. أستاذ أحمد أنت على الهواء، مداخلتك إذا سمحت سريعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ابتداء أنا بشكر ضيفيك وبشكرك على هذه الحلقة. بحب أقول إنه الغرب بشكل عام يهمه جدا أن يصنع الإرهاب وأن يصنع البعبع ليبقي له ذريعة التدخل في بلادنا. وسوف أضرب لك أمثلة. عندما كان الإنجليز محتلين للهند، شاهد السفير الإنجليزي بقرة تبول في الشارع، فنزل من السيارة وذهب إليها وغسل وجهه ويديه وسجد لها أمام الهنود. فأصبح الهنود يقدسون الإنجليز لأنهم قدسوا إلههم. وكان الإنجليز عندما يريدوا أن يثيروا فتنة بين المسلمين والهندوس يلبس أحد الإنجليز لباس مسلمين ويذهب ويقتل بقرة أمام الهندوس.
فتقوم القائمة ويقتل عشرات الآلاف والإنجليز يتفرجون عن بعد. السمة التي الآن صنعها الإعلام الغربي أن الإسلام هو أبو الإرهاب وهو أبو كذا وهو الدين المتطرف وهو كذا. لكن أريد أن أسأل: من الذي قتل عشرات الملايين في الحربين الكونيتين؟ من الذي قتل 3 مليون في فيتنام في ستينات القرن الماضي؟ من الذي قتل الملايين في أفغانستان والعراق؟ من الذي قتل عشرات الآلاف في حماة في الثمانينيات؟ من الذي دمر مخيم تل الزعتر؟ من الذي قتل وعمل مذابح دير ياسين وقبية ودير البقر وصبرا وشتيلا؟ من الذي قتل مئات الآلاف الآن في الشام وشرد الملايين؟ من الذي أقام السجون الستالينية في الشام والعراق وليبيا ومصر؟ من الذي قتل السجناء في الاتحاد السوفيتي ودمر الشيشان؟ من الذي قتل عشرات الآلاف في يوغوسلافيا السابقة واغتصب 700,000 مسلم في يوغوسلافيا؟ النسوا أن الغرب هو من صنع هذا وهو أبو الإرهاب، وهو الذي يصنع الجماعات الإرهابية ليبقيها شماعة له من أجل أن يتدخل في بلادنا وينهب ثرواتنا. أليس هذا؟ أثني على كلام الشيخ ثابت في البداية عندما قال إن الإسلام لا يوجد من يمثله، أي لا يوجد دولة تطبقه. فلا نلوم الأفراد عندما يخطئوا وعندما يباعوا ويشتروا بثمن بخس من قبل الاستخبارات الغربية ليقوموا بعمليات ينسبوها إلى الإسلام باسم الإرهاب. أكتفي بهذا لأفتح مجالا نعم، شكرا أستاذ أحمد أبو قدوم على هذه المداخلة وعلى هذه التساؤلات. طبعا محمود عبد الرحيم أيضا من عمان عبر الهاتف. أستاذ محمود، أنت على الهواء، مداخلتك. فقد الاتصال مع الأخ محمود. طيب الآن بدك ترد على كلام سريعا. بدي أتكلم بشكل سريع. تفضل. يعني بتكلم عن العلماء. نعم. أي عالم ذهب وعز في سعيد العمر؟ أي عالم ذهب وشارك في جنازة سعيد عمر ابن الكرك؟ شو جريمته سعيد عمر؟ جريمته أنه راح يصلي في المسجد الأقصى؟ وينهم العلماء؟ العلماء لا تجدهم إلا حيث ترضى الدولة وحيث يغضب الله. والله مكان فيه رضا الله سبحانه وتعالى وفيه رضا الأمة بتكون مبسوطة بالحلال. أنت الآن يعني كل الناس غضبانة لسعيد عمر. وين موقفكم يا علماء؟ وين موقفكم؟ لو العلمانيين بتلاقيهم صفطين حالهم وقاعدين في الكراسي أمام الكاميرات مشان إيش؟ يثبتوا ولائهم لهذا النظام، إن إحنا موجودين. اسأل الشيخ والله يقول لي أكم عالم من علماء الأمة راحوا على جنازة سعيد عمر أو ذهبوا إلى أهل الكرك وعزوا أهل الكرك في سعيد عمر. كم عالم ذهب إلى أكرم زعيتر وعزوا في أكرم زعيتر؟ كم عالم؟ اسأل العلماء. ليش تسألني أنا؟ شيخ مصطفى الآن بس الكثير راح. أين هم العلماء؟ وشفنا الجنازة وفيها مشايخ وفيها علماء. لا أنت بتقول لي علماء. أين هم علماء عمان؟ أنت الآن بتقول علماء الأردن. هل رأيت بديش أقعد أسمي أنا، هل رأيت قاضيا أو قاضي القضاء أو فلان أو علان أو المفتي في جنازة سعيد عمر؟ هل رأيت أحد؟ كلي. أما تراهم في جنازات العلمانيين الذين تغضب الأمة لأنهم ينتهكوا. لأنهم ينتهكوا. أقول لك يا شيخ هاي أحمد محمد الحباش هي رجل ابن عشيرة، لو أجي أسب أبوه ولا أسب عرضه بطخني بقوم. الآن بدكش أمة، الآن الأمة بدكش تغضب لدينها. هالعلمانيين هذول قاعدين يا راجل جننونا وهم قاعدين بيشتموا في الدين وبيشتموا في الله وبيشتموا في الرسول وما حدش اسمه. لما متطرف. ليش متطرف؟ يا أخي أنا قاعد بثأر لعرضي، قاعد بثأر لديني، بثأر لأبوي بيسبوا أبوتهم بذبحوا بعض عليهم. بدكش واحد معلش. يعني طيب يا شيخ ثابت. يعني قصد أين هي الدولة من حماية الإسلام يا راجل؟ أقول دولة علمانية، دولة إنجليزية. وين أنتم من حماية الإسلام والدين؟ يا أخي أنا عندي عقيدتي أغلى ما أملك. إحنا بنتكلم يا شيخ على الخطاب الديني. الله يرضى عليك. الخطاب الديني. أنا ما أتكلم على الدولة. هلا الدولة بالدولة الخطاب الديني مسموح لي أنا اسمع. الدولة ما قصرت. شيخ مصطفى أنا كنت خطيب جامع، ليش مش مخليني أخطب؟ مش رايح اسمع. وأنا قلت لهم بتحدى أنا إذا بجيب سيرة إنسان، بس ما بدهم يا أخي تشرح للناس الإسلام اللي أجى فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بدهم إياه، بدهم تشرح الإسلام البريطاني
الاسلام الانجليزي، الاسلام الامريكي، ومع معلش هاي شيء، هاي بس محمد لحد الان امريكا. الشيخ مصطفى، امريكا محمد بس كلمه سريعا ارجوك سريعا. أمريكا لحد الآن يا شيخ مصطفى رفضت أن تعرف الإرهاب لحد هذه اللحظة من 20 سنة. لماذا؟ لأن كل تعريف سينطبق عليها وعلى إسرائيل. احنا بنظل علمانيين وملحدين وغرب وكذا خلينا نشوف حالنا يا شيخ. احنا احنا نوجه خطابنا الحقيقي، احنا نعرض اسلامنا الاصيل. أي خطاب، أي خطاب. ما في عندك قرآن وسنة، بدهم مش إياك تأخذ القرآن والسنة يا أخي. إلى متى سنبقى نقول الغرب ونقول الملحدين والعلمانيين لو سمعوا خطابنا الإسلامي المعتدل حقيقة؟ لا تقول لي ما في إسلام معتدل يا رجل. إسلام الأصيل، إسلام كتاب الله عز وجل الذي أرسله الله عز وجل للناس كافة يعني ورحمة للعالمين. لحظة شوي اسمعني. طيب تكلمت كثيرا، بخليني أتكلم. الله يرضى عليك. يعني كفار، إرهابيين، ملحدين، مش عارف إيش، متطرفين، هذه الأسماء من الحواضن لهم؟ من نحن أمام هؤلاء المتطرفين؟ هؤلاء عندما أصبحنا حواضن لهم وأن وجدوا في المجتمع، أصبحت أنا أخاف من جاري وأخاف من اللي بيصلي وراي، لأنه أصبح الإعلام والخطاب الديني أصبح يعني يوغر صدره. الله يرضى عليك، يوغر صدره علي أنا، لأنني أنادي بالإنسانية، أنادي بالرحمة التي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، بأن الله عز وجل رب العالمين وليس رب المسلمين. أقول في كل صلاة الحمد لله رب العالمين. يا أخي عرف هذا الملحد بالله، ببطل يقول لك الله تبعك، ببطل يتكلم عليك بهجوم شرس مثل ما سمعنا في يوتيوبات موجودة الآن منتشرة. شبابنا لماذا ألحدوا ولماذا ابتعدوا عن الدين؟ لأنهم لم يسمعوا خطابا دينيا. كثير من الشباب التقيتهم وعندما تحدثت معهم عن دين الله عز وجل الذي أتى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، تغيرت أفكارهم، تغيرت قلوبهم، تغيرت عقولهم، تغيرت نظرتهم. لكن نحن للأسف ما عندنا إلا نصوص نفهمها كما نشاء وأن نبينها للناس، وإذا استعملت نصا غير هذا النص فأنت كافر أو مبتدع أو فاسق أو ضال أو منحرف. هاي المصيبة. يعني الآن إذا بعض الخطباء مجرد إذا شاف واحد رافع يديه بيقول له نزل يديك بالخطبة. طيب يا أخي هذا عنده رأي وسمع رأي من عالم آخر، لماذا أنت تفرض عليه أن لا يرفع يديه في الصلاة أو يرفع يديه؟ هذا رأي وهذا رأي، وهذا السبب أصلا هو الخلاف الفقهي اللي ودى فينا. لكن هذا الخلاف في الزمن الأول كان مع الأدب والاحترام والأخلاق، لكن اليوم بلا أدب ولا أخلاق ولا احترام. اليوم بختلف معك، بقتلك، بفجرك، بدمرك، بضيعك، بدمر أمة من أجل فكري أنا بس، لأنه أنا الموجود وغيري مش موجود. كما يقول يعني مرة سمو الأمير حسن يقول الصحراء تنتقم من الحضارة. الآن هذا هو العقل المتصحر قاعد بينتقم من كل عقل متحضر. أنت ممنوع من الخطابة، أنا منعت ورحلت من المسجد كله لهذا الخطاب اللي أنا بخطبه. أنت متطرف مثلا قالوا عنك، أنا قالوا عني معتدل، فأنا ممنوع وأنت ممنوع. الله يرضى عليك. فلهذا القضية لكن عندي القدرة أني أوصل رسالتي إن شاء الله بوسائل التواصل الاجتماعي، بمجتمعي، بعزاء، بفرح، بكل مناسبة، بجوسات. الله يجزيهم الخير، بارك الله فيهم على أنهم يعني سمحوا لنا هذه الفرصة نقدم رسالتنا عالمية، قرآننا عالمي. يا أيها الناس حتى عباداتنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، اركعوا واسجدوا، خطاب للإنسان. الحمد لله رب العالمين في كل صلاة نقرأها. نبينا محمد صلى الله عليه وآله بس في آيات ثانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس اليوم ما شايفين من الإسلام رحمة، ما شايفين كافة، ما شايفين عالمية. متى تكون الرحمة؟ الرحمة تكون في ظل دولة مش في ظل حرمية يا شيخ مصطفى. شيخ مصطفى الله يرضى عليك، اللي بيسمعك بفكر إنه الإسلام كله عندك. الله يرضى عليك يا شيخ مصطفى. لا ما هو عندي شيخ مصطفى. الرحمة كانت يوم أن كان عمر الخطاب وأبو بكر كانوا قادة من رحم الأمة، ما كانوش قادة لصوص بيجوش عندك على هالبلاد إلا مشان يسرقوا، ولا بيقروا في بريطانيا وبيتعلموا في أمريكا، وإذا ادوا هناك بيجوا بيسرقوا بيطلعوا. كويس. الآن إذا خلينا بفكرة الشيوخ، كويس، بأنه هنالك بعض المشايخ وظفوا الدين خدمة طبعا يعني أسيادهم. نعم. قلت كلمة في قبل قليل بأنهم ظلوا، وأنا سألتك فيما يتعلق عن المتطرفين وهم موجودين بيننا طبعا، كويس، وشكلوا تنظيمات سميت بتنظيمات إسلامية، قطعوا الرؤوس، اغتصبوا النساء، اتخذوهن سبايا، وجاهدوا جهادا. هذا ما تريد أمريكا وبريطانيا والغرب، هذا ما يريدونه. ليش؟ أنت تقول أيوة، أنت تقول يا شيخ ثابت ظلوا
نعم. وأمريكا سبب ضلالهم. نعم. كويس. نعم. قد تختلف مع البعض، بقول لك مشايخهم بمعنى آخر. تم قبل ما يسمى الربيع العربي تم تأسيس هيئة سميت بهيئة علماء المسلمين، ضمت كل علماء المسلمين عربا وغير عرب. كويس. وتم تنصيب يوسف القرضاوي رئيسا عليها. كويس. وتم تسويق هذا الرجل على أنه العالم الجليل رقم 1 على مستوى الأمة الإسلامية بأسرها. كويس. نعم. وأصبح بنظر الكل بأنه هو الشيخ الثقة. رأينا يوسف القرضاوي بنظر البعض كما يقولون بأنه وظف الدين خدمة لأسياده ولأمريكا ولليهودية، بما معناه خرج على منبر رسول الله في يوم الجمعة في الدوحة وقال: لو أنني أستطيع السير والذهاب إلى سوريا على قدمي لذهبت وجاهدت. طبعا وين بده يجاهد؟ إما مع النصرة وإما مع داعش. وطلب من شباب المسلمين الذهاب إلى سوريا والعراق للجهاد. وأنت تقول بأنهم ضلوا، الآن هذول ضالين، سبب ضلال شباب الأمة الإسلامية وتشويه الدين الإسلامي هؤلاء العلماء. هذا واحد. 2، طرح اسم آخر وهو الشيخ الجليل محمد العريفي، والذي هو بنظر المجتمع الأردني شيخ لا يشق له غبار. وحينما جاء إلى الأردن رأينا المدرجات والتصفيق وهذا الجماهيرية والحضور الهائل الذي لفت أنظار الجميع تأييدا لهذا الشيخ. ولا ينكر البعض بأن هذا الشيخ أيضا أعطى فتوى شرعية لمن وصفتهم بالضلاليين الذين ضلوا عن دينهم وذهبوا وجاهدوا في سوريا. بمعنى آخر أن هؤلاء الشيوخ الذين لا زالوا يمارسون الفتاويهم هم الثقات، هم الذين دمروا الدين وشوهوا صورته السامحة وخدموا أمريكا وخدموا المشروع الصهيوني في منطقتنا. فبالتالي المشكلة كانت بالدرجة الأولى مش من أمريكا بقدر ما هي من هؤلاء الشيوخ. ردا على هذا الكلام، أول حاجة يا أخي محمد، نعم. أنا لا قدوتي لا يوسف القرضاوي ولا قدوتي الشيخ مصطفى ولا قدوتي محمد، لكن عند البعض هو قدوتهم. أنا أتحدث عن شباب المسلمين بدليل ذهابهم للجهاد أو سماع خطابه وتنفيذه. أنا أتكلم عن المسلم. أنت كمسلم أنت من هو قدوتك؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء قدوتنا. أنا الآن عندما تأتي وتقول يوسف القرضاوي قال ونصبوا وما نصبوش، يعني لا بس أنا بالله كويس صح معك. أنت شخصيا كثابت الخواجة تنكر هذا الكلام؟ لا أنكر 100% كلامك 100 صحيح. خدموا المشروع لا 100% صح كلامك. ساهموا بدمار سوريا والعراق. دقيقة احنا خليني يعني هل يستطيع كل الكرة الأرضية من المسلمين أن يغيروا حكما من الله أو آية في القرآن؟ أبدا. اجتمع علماء المسلمين الذين تزعم أنهم علماء للمسلمين في السنغال في دكار وألغوا الجهاد. من أنتم حتى تلغوا حكما شرعيا جاء فيه 120 آية؟ بس الجهاد وين؟ هذا السؤال يا أخي كجهاد. اسمع، لا الجهاد وين؟ في سوريا؟ لا أنت خواجة تجيز الجهاد في سوريا؟ سؤال. بجيد. نعم بجيز. أنت مع القرضاوي؟ بجيز. لا قرضاوي أباح. أنا غير قرضاوي. عفوا احنا. طب ما الفرق بينك وبين القرضاوي؟ أنا بيني وبين القرضاوي إني أنا القرضاوي أن القرضاوي يعمل لصالح حكام. طيب. ويجير الإسلام لصالح حكام. وبالنهاية هو هل يجوز القتال ضد بشار الأسد ولا يجوز القتال ضد ابن ثاني؟ لماذا تجير الناس والمسلمين كلهم يقولون نفس الكلام؟ احنا لا. وبالنتيجة هم يعملون شيخ مصطفى أكبر من شيخ مصطفى أنا أتجاوز ديني وأتجاوز كتاب الله عز وجل وأكره الناس في الإسلام. هم وصلوا إلى هذه الغاية. يا من يكره الناس في الإسلام؟ مش أنت اللي بتكره الناس. فوبيا صار الإسلام ما هيش فوبيا. أمريكا اللي بتكره الناس في الإسلام، حكامنا بيكرهوا الناس في الإسلام. احنا اللي كرهنا الناس في الإسلام. نحن عفوا احنا شيخ مصطفى إذا قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا ضربت لك مثل، والصحابة فهم كانوا يدرؤون الفتنة ويدفنونها في وقتها في حينها. نحن الآن نؤجج يعني فتنة. الفتنة لما نحن نؤجج فتنة كيف بس كيف درأها عن ياسر وعن سمية؟ بالله فهمني كيف درأها عن ياسر وعن سمية؟ لما قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كيف درأها عن بلال لما بكى يقول أحد؟ نعم درأها بأن
يعني جعل هؤلاء الصابرين ثوابهم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وما جعل أحد من الصحابة يتدخل في الدفاع عنهم لأنه سيقتل كل الصحابة. جزاك الله خير. مش مختلفين وياك. إذا أنت بتقول كما بدأت وقلت لك تدخل سريع. بتقول اسمه عفوا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا بلحظتها يدفنون الفتنة. شيخ مصطفى، متى كان يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ عندما كان حاكما، كان رئيس دولة، كان مشرع، كان السيف بيده يدري الفتنة، مش عندما كان في مكة. فأنا خليني أكمل. عندما يتكاتف الشعب الأردني، عندما يتكاتف الشعب الأردني مواجهة أي شعب أردني؟ أنت لو خربت تقول أنت الشعب، أنا شعب أردني بالحلال، أنا شعب أردني طيبته وأصله بلا أطيب فيه، عندي إسلام أنا، إنما المؤمنون إخوة، فما فيش قيمة لا للتراب ولا للأرض. أنا ما برتبط فيك بالوطن، أنا برتبط فيك في الدين. ايش الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والشعب السوري؟ احنا امه محمد. جعلنا نحب وطننا. الشعب النبي عليه الصلاه والسلام لا، ما قال لك تحب وطنك، لا قال لك حب دينك، حب رسالتك، مش قاعد تدافع عن اتفاقيات فيكو. ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. هذا مش وطن، عفوا هذا مش وطن، محل ميلاد، موقع ميلاد. لذلك الرسول لما فتح مكه ما رجعش على مكه. موقع ميلاد، مكان ميلاد. انا بحب بلدي، انا احب وطني كحبي لديني. لا ما بصير هذا الكلام. واحب وطني كحبي لديني، وعندي دوله وعندي قائد والحمد لله رب العالمين. أصدر رسالة عمان وأسبوع الوئام الديني وكلمة سواء، وهذه كلياتها لو تصير منهج لنا جميعا ما ظل واحد إلا. وليش يا أخي؟ وليش تصير هي منهج؟ ليش ما عندك قرآن وسنة؟ من وين ليش تصير منهجي لك رسالة عمان؟ يا أخي أنا مسلم عندي قرآن، ليش أجيب رسالة ثانية؟ ما عندي رسالة مستمدة. هذه الرسالة ما هيش مستمدة من الإسلام، ما لهاش دعوة بالإسلام، ما لها دعوة، ما لها دعوة. ليش أنت يعني أقول لك لو إنها مستمدة من الإسلام ليش عطلوا القرآن؟ ما يجيبوا القرآن يا أخي. كل هي القرآن. لماذا غيروا المناهج؟ لماذا غيروا قاتلوا؟ القرآن يا شيخ. هذا الحاكم المسلم، هذا الحاكم المسلم ومن آل البيت يعرف مصلحتنا ويعرف مصلحة الأردن، والحمد لله رب العالمين. هو يقف واللي درى الفتنة فعلا درى الفتنة، والكل يعرف ويشهد بها القاضي والداني. الشيخ مصطفى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بات ولم يهتم بأمر المسلمين مش بأمر الأردنيين فليس منهم. بدك تهتم بأمة محمد، عندك 2 مليار أمة محمد، والله أنت مسؤول عن المسلمين. خطابات جلالة الملك في الأمم المتحدة وفي المجالس وفي كل الأماكن التي ذهب إليها خطاب. أتمنى على خطبائنا أن يكونوا يخطبوا هذا الخطاب. لو نحن جميعا كلياتنا تكاتفنا يدا واحدة ضد هذا التطرف وهذا الإرهاب وأصبحنا جسدا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي أنت بدك تعادي يعني غير المسلم اللي مش من مذهبك ولا بيؤمن بفكرك. مين قال لك؟ مين قال لك؟ كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هذا ذميا فقد أذاني. يا رجل بالعكس، أنا لازم أعاملهم أحسن معاملة هؤلاء. مين قال لك هذا الكلام؟ انت بدك تيجي تقول الاسلام شيء ما بقول الاسلام. اذا عندك هذه الفكره عاملني انا كمثل الذمي. عاملني انا طيب بعمل شو يعني؟ واحكي شوي برضه عليك عشان نوصل رساله للناس. تفضل. انت قطعتني، انا كنت اكمل. انا ما قطعتك. لا انت اللي قطعتني. لانه يعني عفوا يعني احنا الان محمد وانت يا شيخ مصطفى، يعني ليش تجي تقول لي والله فلان او قال ابن تيميه او قال بدناش نقعد نقول لك او قال فلان او قال الرئيس او قال مش انا اللي بقول، قال الله قال الرسول يا استاذ ثابت، يا استاذ ليس انا بقول. كلام هؤلاء الشيوخ اصبح بالنسبه لهم مرجعيه. اين هم؟ داعش. ليش مثلا لا تنطش على داعش؟ انت حكيت قبل شوي بتتكلم عن هيئه علماء المسلمين. هيئه علماء المسلمين اين هي هيئه علماء المسلمين؟ اسمع الان من كل العظيم عفوا الان كم دوله عربيه؟ كم دولة عربية؟ 22. وكم دولة إسلامية تسمى إسلامية؟ 57. نعم. أعطيني دولة إسلامية تطبق الإسلام. طيب ماشي أوكي. الآن أنت فاهم لما مين يفتي ضد بشار افتي ضد الجميع. تطبق دولة دينية بالمفهوم مثل الفاتيكان ما في. لا بدنا مثل دولة الرسول. أعوذ بالله شو الفاتيكان؟ احنا دولة دينية، دولة إسلامية عندنا كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. دولة الرسول كانت دولة مدنية. لا قال نحن واليهود أمة واحدة. أعوذ بالله في وثيقة المدينة. طيب كويس. نحن واليهود أمة واحدة. ممتاز. طيب يعني بتعرف أنت تأخذناش أنت لمسارب أخرى. ليه؟ هي نفس المسرب. لا ما هوش نفس المسرب. النبي عليه الصلاة والسلام فيها الكفار والمنافقين. هذه وثيقة المدينة الله يرضى عليك. وثيقة المدينة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بغير الإسلام في المدينة. بديش أنا أقعد أشرح فيها. يحكم بالإسلام طبعا. طيب أعطيني أنت الآن دولة إحنا والنصارى واليهود زي وثيقة المدينة ودولة تحكم بالإسلام. قاعدين بيحكموا فينا بالكفر. الله يرضى عليك. الزاني شو بيسووا؟ حرية شخصية. السارق بحطوا 2 شهر في السجن. اللي بده يروح يجاهد ويحرر الأقصى إرهابي متطرف. اللي لما يصبح شو وين الإسلام يا راجل؟ وين الإسلام يا شيخ مصطفى؟ وين الإسلام؟
طيب. وين الإسلام في طيب حياتنا؟ بس والله يا شيخ ثابت في عندي اتصالات، حتى يعني المخرج يشير بأن هنالك ضغط على الاتصالات، يعني نتيح أو نعطي فرصة للأخوة المتصلين عبر الهاتف طبعا أن يشاركونا في هذا الحوار. عبدو الحياري من عمان عبر الهاتف. أستاذ عبدو أنت على الهواء، مداخلتك. مساء الخير لك ولضيوفك. الله يسعد مساك. أهلا وسهلا. سيد الخلق سيدنا محمد شو بقول؟ قال تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. مين هم الأمم؟ نفس الأمم السابقة اللي هي الأمم الموجودة، اللي هي الفرس والروم واليهود. طبعا مين هم؟ إيران وروسيا وأمريكا وإسرائيل، وطبعا النظام السوري بتبع الفرس. هذول هدفهم تمزيق الأمة الإسلامية وخاصة أهل السنة. طبعا أمريكا درست وروسيا درست شو أمنيات المسلمين؟ إقامة خلافة إسلامية. قالوا عنا ولازم ذمتنا. جابوا لنا أبو بكر البغدادي وقف على المنبر قال وليت عليكم ولست بخيركم. مين ولاك؟ ولته أمريكا وإيران والنظام السوري واليهود وروسيا. درسوا التاريخ الإسلامي أمريكا، وجدوا أنه المسلمين في 50 سنة حكموا نصف الكرة الأرضية. فبقول لك لازم نمزق الإسلام وخاصة أهل السنة حتى ما تقوم لهم قامة. فشتت الدول العربية وقووا إسرائيل، وها هم بدهم يبلشوا المسلمين ببعض. الهدف الأخير منه يكرهوا الإسلام، المسلمين بالإسلام، ويكرهوا غير المسلمين انهم يدخلوا نعم. الاسلام على اساس انه داعش هي يعني النموذج الاسلامي. وشكرا لكم. شكرا أستاذ عبدو الحياري من عمان على اتصالك. صلاح عبد الحي من إربد عبر الهاتف. أستاذ صلاح أنت على الهواء، مداخلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أهلا وسهلا أستاذ صلاح، تفضل. الو بنسمعك، مداخلتك. يلا بس ما هي بعدهم بيحكوا. مداخلتك اسمعني عن طريق التليفون أستاذ صلاح، ابعد عن التلفزيون لحظة حتى ما لحظة. يكون في مسافة بيننا وبينك. السلام عليكم. يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى جل شأنه: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. سكري لي. بدونش يبعد عن التلفزيون. يلا. ابعد. نعم، سكر تلفزيونك. صوتنا وصل بالنهاية. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. نعم. فلذلك أنتم تبحثون في أمر ليس هو على قائمة أو سلم الأولويات، لأن الأولى هو شرع الله ودين الله أولى من كل شيء. والمعروف بأن دين الإسلام وأحكام الإسلام غير مطبقة منذ قرن من الزمان، وكل ما يصيب المسلمين وأصابهم وأصاب العالم هو بسبب غياب شرع الله، بسبب عدم تطبيق شرع الله. ولذلك الآن تقولون لماذا لا نتسامح؟ كيف يتسامح رجل أو شخص واقع تحت وبال التعذيب والقهر والإرهاب والذل من قبل العالم كله ثم تقولون له تسامح؟ إذا هذا المكان ليس في موقعه. قولوا ماذا يجب أن يفعل هذا المظلوم، ومن الذي يجب أن يقف مع هذا المظلوم من المسلمين وعلمائهم في الدرجة الأولى الذين هم ينوبون عن الرسل في تبليغ أحكام الله. فلذلك الآن هذه العبارات التي ذكرتموها كما ذكر الأخ ثابت الخواجة من تطرف ودين وسطي وغير ذلك هي صناعة غربية أمريكية بالدرجة الأولى لكي تحول هذه المفاهيم دون إقامة خلافة على منهاج النبوة. يرى الغرب وترى أمريكا أكثر من كثير من علماء المسلمين بأنها قادمة وقريبة، ولكنهم يريدون بهذه المفاهيم المغلوطة أن يشغلوا المسلمين بها ويشغلوا بها أنفسهم مقتتلين ومقاتلين لكي يبعدوا شبح الخلافة الإسلامية وماردها القادم. ولذلك أقول لعلماء المسلمين يجب أن تكونوا قادة إلى الأمة بأن تعملوا مع العاملين المخلصين لإقامة خلافة على منهاج النبوة. تعلمون أن من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية. فهل أنتم بعيدون عن الميتة الجاهلية وأنتم ساكتون عن الحق؟
وتبليغ الحق. لذلك كل ما يحصل الآن وكل ما أنتم تنتقدونه هو بسبب غياب الإسلام وبسبب غياب الخليفة والراعي الذي يرعى المسلمين ويرعى غير المسلمين كذلك. لذلك يجب أن نكون نحن من الواعين على دين الله، نعمل مع المخلصين ونعمل من أجل تفهيم الناس الإسلام وإبعاد الأخطاء التي دخلت على الإسلام المفاهيم المغلوطة وننقيها لكي تكون طريقنا سليمة إلى إقامة خلافة كما فعل في عندك رسول ملاحظات الله حول صلى الله مداخلته؟ عليه وسلم حينما بلغ رسالة الإسلام. طيب بالله يا أستاذ صلاح، أستاذ صلاح عبد الحي، يقيم دولة وقد حقق أستاذ صلاح تسمعني؟ إقامة الدولة الإسلامية التي كانت هي النور والشعلة التي نحن الآن بصددها وبتاريخها، تاريخ الهجرة النبوية الشريفة التي يجب أن تكون ملهمة لنا لإعادة الخلافة على منهج النبوة. نعم تسمع بس الشيخ مصطفى بس بده يناقشك في حيزية بسيطة من اللي طرحتها. أولا أنت يعني تقول يعني نقيم دولة الإسلام. يعني أين إقامة دولة الإسلام في حياتنا اليومية مع غيرنا، مع أنفسنا، مع أسرنا؟ أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم على أرضكم. ثم إن دائما نتهم الغرب والكفار، الله عز وجل يقول لنا في كتابه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إلى متى سنقول نحن ما عرفنا سبيل المجرمين؟ نعرف سبيلهم وأسلوبهم وطريقتهم التي هم عليها الآن ولا يزالون وسيبقون كذلك. نحن وتقول لي سلم الأولويات. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حياته يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الآن نذبح بعضنا البعض، هذا ليس من سلم الأولويات. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. بدك إيانا نقيم دولة الإسلام على هذه الآن الحثالات الذين يعني يظهرون ظاهرا ما يسمى خلافة وداعش وإسلام ونصرة وغيره وغيراته، وهم في الحقيقة وفي الواقع واقعهم سياسي، وكلاء وعملاء للصهيونية العالمية والأمريكان وغيرهم. أنا عندما أقرأ كتاب الله عز وجل، الله عز وجل فصل لي آيات في كتابه سبحانه وتعالى وبين لي ووضح لي، وحتى لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، في آخر الآيات ماذا قال له؟ ثم إن علينا بيانه. طيب بيان القرآن موجود. واضح. محمد السعدي من العقبة عبر الهاتف. ولا خطاب هذا الدولة. أوكي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا أستاذ محمد، مداخلتك. كيف حالك أستاذ محمد؟ أهلا وسهلا، يا هلا. الله يخليك، والله زمان عن غيبتك اشتقنا لك. الله يخليك سيدي، اشتاق لك. الله يخليك. مداخلتي سيدي بحييك وحيي ضيوفك الأخ ثابت والشيخ الله يعطيه العافية. الله يعافيك. سيدي العزيز، كلامي موجه للأستاذ ثابت الخواجة. أول شيء بداية برحب فيه والله يعطيه الف عافية، لكن أنا بلاحظ دائما بكل حلقة يعني من صوته العالي ما بنسمع شيء ولا بنفهم شيء. ربنا بيقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني ما بدناش إحنا نأخذ دائما بالصوت. هو بيجي بده الإسلام قبل 30 و40 سنة. هلا انت شو مخلص يا استاذ ثابت؟ دراستك شو هي؟ انا مش عارف، يعني انت ما حطيت يعني انه يتبين للمشاهد شو انت يعني. اذا دارس شريعه قبل 30 سنه، الشريعه تطورت وفي فقهاء وفي اجتهاد وفي علم في كذا. استاذ محمد، يعني دعنا نناقش الفكره نفسها، يعني بعيدا عن اول شيء بحييك انا مش الاستاذ محمد السعدي. نعم. أنا الأستاذ مالك البطايني من العقبة. مالك أهلا وسهلا أستاذ مالك. أهلين فيك بلحيتك، الله يسعدك. بس أنا نقاشي للأستاذ دائما الأستاذ متزمت، الأستاذ ثابت الخواجة دائما نقاشه عالي، دائما بده يهاجم بده إنه يعني عقليته يغيرها شوي. هو بطلب وظائف، بقول لك أنا بشاغب شوي على الهواء، بدي وظيفة إمام جامع، مش بالطريقة هاي. يا أستاذ مالك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا طبعا اتصالك، وإحنا طبعا يعني عادي وضع طبيعي جدا عادي. وجهة نظر، لكن نحن يعني أنا أأمل من الأخوة المتصلين وإن اختلفتم طبعا مع بعض ضيوفنا، لكن رجاء أن نناقش الفكرة ذاتها، نبتعد عن موضوع الشخصنة، هذا رجاء طبعا. عيد العمايري من الطفيلة عبر الهاتف. أستاذ عيد أنت على الهواء، مداخلتك. أستاذ عيد لا معنا عبر الهاتف. أستاذ عيد اسمعني عن طريق التليفون. أستاذ عيد ابتعد عن التلفاز إذا تكرمت. طيب على ما يبدو. طب شكرا أستاذ عيد العماري، شكرا على اتصالك، شكرا. الآن أنا أود
أن أناقش نقطة. حالة الخلاف الآن بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة، الآن إذا أخذنا مثالا القتال في سوريا أو ما يجري في سوريا الآن، البعض حض أو حث بعض الشباب المسلمين حتى يذهبوا ليجاهدوا، وأنت تقول أستاذ ثابت بأنه الجهاد جائز في سوريا، كويس؟ لكن السؤال الذي يطرح ضد من؟ هذا واحد. اثنين هو الأهم، بعض يقول بأنه الجيش السوري أو أبناء الجيش السوري هم شباب مسلمون، فبالتالي ترى قد يكون طبعا يعني بعضهم يصلي وهو طبعا يعني يأخذ قسطا للصلاة ومن ثم يحمل سلاحه لقناعاته بأنه يدافع عن أرضه وعن عرضه من هؤلاء التكفيريين الذين دخلوا إلى سوريا من كل مكان. الآن كيف لك، على أي أساس استندت تكفيرهم؟ وأنا بدي أسمع رأي الأستاذ أو الشيخ مصطفى في ذلك، تفضل. أول شيء أنا يعني ما بنظر للجيش السوري، أنا نظرتي للنظام السوري. هذا النظام هل هو نظام مسلم؟ هذه الأنظمة التي أذلت المسلمين، يعني لماذا صار ما يسمى الربيع العربي أو بسميه الشيخ الزمهرير العربي؟ أليس من الظلم ومن القهر ومن الفقر ومن البطش؟ يعني بو عزيز اللي حرق حاله، ليش حرق حاله يا أخي محمد؟ يعني الرجل كان منقنق وقاعد في عبدون وقاعد في قصر وقاعد هالجواري حواليه وهالورد حواليه. الفقر بس في سوريا؟ لا نعم. الآن الفقر في كل العالم العربي والإسلامي. الآن الثورة انتقلت من سوريا إلى من تونس إلى العراق إلى اليمن إلى مصر إلى سوريا. لكن يا سيدي تونس ما فيها نفط زي لحظة شوية يا شيخ الله يرضى عليك. لكن سوريا يختلف الوضع فيها اختلاف جذري عن باقي البلدان. سوريا رأت أمريكا ورأى الغرب الصليبي أن سقوط هذا النظام هو سقوط مدون للحضارة الغربية ولأمريكا في المنطقة. سيليه سقوط لبنان، وسيليه سقوط العراق، وسيليه سقوط إيران، وسيليه سقوط أمريكا في المنطقة. كيسنجر، ما هو المشكلة إيش؟ مشايخنا للأسف لا بيتابعوا السياسة ولا بيقروا ولا شيء. كيسنجر عفوا نعم كيسنجر ما بقدر اتحمل اكثر من هيك. طيب دقيقة لحظة شوي يا شيخ بس بدك خلينا نحكي الكلمة يا أخي، خلينا نحكي الكلمة يا شيخ بشر، يا أخي خلينا نحكي الكلمة يا أخي، يا أخي خلينا نحكي الكلمة، عقول احترم عقول يا أخي خلينا نحكي الكلمة بس خلينا نكمل. كيسنجر بيقول اللي هو بترد الشيخ مصطفى بعطيك وقتك وبترد على كلام الشيخ. كيسنجر يقول لماذا سوريا؟ لماذا سوريا؟ أنا ما بدي لأن سوريا بقول تخاف أمريكا أن تكون فيها دولة تستقطب باقي الدول وتزيح أمريكا من المنطقة. شوف إذا شو معنى الدولة؟ دولة مخلصة. شو معنى الدولة مخلصة؟ دولة إسلامية. شو معنى الدولة الإسلامية؟ دولة خلافة على منهاج النبوة أبو بكر وعمر وعثمان. النظام السوري، شفنا هذه الدولة النظام السؤال هو النظام السوري باعتقادكم هو الذي يحقق كل مصالح أمريكا في المنطقة؟ لا بس جزء كبير، جزء عظيم. طيب هو أقول لك هو أفضل زعيم يحمي إسرائيل التي هي مشروع غربي استعماري مثل باقي الأنظمة. يا شيخ ثابت يا شيخ ثابت الآن يعني قد يقول قائل مش قضيتي سوريا. لا مش هيك، أنا مش قضية موضوع الجهاد. الجهاد أقول لك مش معنى خليته في جهاد في أمريكا أنت في العراق. طيب. لماذا أجيز الجهاد في العراق ولم يجاز في سوريا؟ أنا بسألك سؤال. ما في نظام عربي الآن معادي لإسرائيل، ما في نظام عربي بهذا الوقت معادي لأمريكا. نعم. الآن لماذا كل هذه الفتاوي لقتل الجندي السوري؟ هذا سؤالي. مش لقتل الجندي السوري. شو العاد؟ أنت الآن فيما يتعلق بالجهاد ضد الجيش السوري. أنا عفوا مش ضد الجيش السوري. حرام ولا حلال؟ عفوا ضد كل الأنظمة، الجهاد ضد كل هذه الأنظمة العربية والإسلامية فرض وواجب لتغييرها. يجب العمل لتغيير هذه الأنظمة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. من ناحية شرعية، من ناحية دينية. أنت تجيز قتل الجندي السوري ولا لا؟ أنا بقول لك أنني أجيز قتال نظام بشار وكل من يقف مع نظام بشار لإزاحة النظام واستبداله هذا جيش. هذا الجيش عن الجنود السوريون. هذا الجيش يدافع عن النظام.
هذا الجيش يدافع عن النظام، نحن ولا يدافع عن نقاتل الوطن. نعم، لا يدافع عن لا الوطن. لا ما بيدافع عن الوطن من هؤلاء الجيش السوري. نعم. ولا اي جيش عربي يدافع عن الوطن. طيب. ولا اي جيش عربي. عفوا طيب. لا بديش تقعد تقول لي يعني تحسب اني لا انا لا يعني لا معادلة. لا. ولا اي جيش عربي يدافع عن وطن. الجيوش العربيه موجوده للدفاع عن انظمه. انا تحدثت لانه هنالك الكثير من المشايخ طلبوا من الشباب المسلمين ان يذهبوا الى سوريا للجهاد، واذا تحدثنا عن الجهاد فبالتالي سلاحهم مرفوع في وجه الجند السوري. من هنا جاء سؤالي باختصار. كنت سألتك في حلقة سابقة قلت لي أنا شخصيا كثافة الخواجة أقول بأنه حلال أن يقتل الجندي السوري لأنه يدافع عن نظامه، مش هيك؟ نعم. تكرر هذا الكلام؟ نعم أكرر أنه يجب نعم. أنت من ويجب دعاة قتال أنت سؤالي أنت شخصيا، نتحدث عن الخطاب الديني، أنت من دعاة الجهاد في سوريا؟ نعم. ضد الجيش السوري؟ ضد النظام السوري. طيب ما هو ضد الجيش لا الجيش بإمكانه الإنسان المسلم اللي عارف حاله بإمكانه أن ينشق عن هذا النظام ولا يبقى مدافع عن هذا النظام. كل من يدافع عن نظام وضعي، كل من يدافع عن هذه الأنظمة فهو في إيش؟ في زاويتها. يا سيدي أنا أقول يعني هذه النقطة الأخيرة وبس، يعني هي موضوع قتال النظام والجيش. يعني لو قست على الأردن سيفتي بقتال الجيش الأردني، يعني سيقتل أخوي وابن عمي وأبوي، لأنه وأنا لا أقبل أنا كمسلم هذا الجيش الذي يحمي وطني قبل ما يحمي النظام نفسه، لأنه النظام يعني خلينا الآن أنت تقول كل الأنظمة وتعمم وبلا استثناء. النظام جزء من الدولة. نعم، والنظام يعني هو النظام جزء من الدولة والجيش جزء من الدولة. نحن كلياتنا نسيج واحد، ونحن أبناء هذا الوطن يجب أن نكون نحن حماته وحراس عقيدته ودينه ومجتمعيته ووطنيته، يعني يجب أن نكون نحن حراس العقيدة وحماة الإسلام وحماة الوطن، ويجب أن نكون كلنا العين الساهرة على هذا الوطن حتى لا يتفتت وحتى لا تدخل إلينا الفتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل وآيات الله عز وجل. إذن هو موضوع قتال واحد بس باسم النظام. يا أخي نظام ظالم، نعم ظالم معلش، طيب ولا تسيل يعني مليون ظالم ولا تسيل قطر الدم. الآن ليست سيلان قطر الدم، الآن أودي من الدماء، برق دماء من؟ دماء مسلمين. لا ترجعوا بعدي يعني يضرب بعضكم رقاب بعض. حتى هذا الأخ اللي يعني دخل تتكالب عليكم الأمم، نحن الآن متكالبين على بعضنا، نحن الآن نقتل بعضنا البعض، نحن الآن أصبحنا يعني أداة للصهيونية. المصيبة إنه بنقول الصهيونية هي، طيب يا أخي إذا الصهيونية بدها هيك أنت ليش تكون سلاحا لها؟ لماذا أنت بيدك يعني تعزز مراد الصهيونية والإمبريالية والأمريكية؟ يعني إذا سيدنا علي لما صارت الفتنة قال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، لأسلمن، تصور وهو خليفة وشرعي ومنصب من المسلمين ومن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن بها جور إلا علي خاصة، يعني مستعد أظلم لكن أتسلم لأمور المسلمين. وين هذا الفقه اللي عندنا بحياتنا؟ كل زعمانا حكامنا زعمانا كلهم والله وين منكم علي بن أبي طالب؟ أين أنتم من هذا الكلام؟ كل زعمائنا، مش اللي جاي تقول يا شيخ الله يرضى عليك. شوف أقول لك الآن يعني أنت بتقول علي بن أبي طالب، شوف أنت بقول علي بن أبي طالب كان خليفة وحاكم مسلم يقول من حكام المسلمين يقول هذا الكلام ويرضى بهذا الكلام؟ ما حدش يا سيدي. عندما يعني تونس بدأت فيها الفتنة، فتنة ليش فتنة؟ لا خلص شوي، لما بدأ فيها يعني بدأت شرارة الربيع ما تسميه ربيع والزمهرير، بس مش ربيع أنا بس فتنة. طيب ناس بتدافع عن مظلومة بتدافع عن حقها. عندما بدأت هذه الشرارة كان الشعب التونسي ليس حاضنا للداعش، ليس حاضنا للإرهاب والتطرف، عنده حضارة. ولا حدا حاضن لداعش ولا حدا حاضن يا ابن الحلال شعبك كلياته انت اسمع اتصالات قاعد بتيجي شو ما حدش بيحضن داعش. اسمع انا هذول اللي بيتصلوا غيرهم انا لست معهم في انهم يريدون خليفة كالبغدادي. على وسائل هؤلاء يريدون خليفة كأبي بكر. الله يرضى عليك. على تليفوني الله يرضى ستغتال انت قريبا عاجلا او اجلا. من وين هذا يا شيخ مصطفى؟ ما علي من هالكلام هذا. انا تعرضت الى تهديد. نعم موجودات على التليفون هسه بس افتح لك احنا شيخ ليش على اي اساس؟ لاني بروح عند لاني هذا حبيب المسيحيين وانت ملحد وانت كافر وانت كذا الى اخره، يعني عبارات نابيه لا يقولها ابن خماره. بعث لي اياها. انت اسمع عفوا كفروك يا محمد طبعا. ما هو لا اسالوا يا ليش ملحد. اسالوا ليش يا ملحد. لماذا يا شيخ؟ ليش؟ ايوه اسال لماذا؟ لامرين. اولا انني لا اعادي احدا من المذاهب كلها،
قال راوي السندي ناقلا عن سيدي منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي ديننا حب وود ما لنا في الكون بد نصفح اليوم لغد كأب للولد. أنا أصبحت أبا لأمة أنا موجود فيها، أنا جزء منها، أنا لا أعيش لنفسي ولا لأسرتي. بحق لك تروح تزور الكنيسة يا شيخ؟ نعم زرت الكنيسة وتصلي نعم. على حتر وأصلي على حتر. نعم لأني بعرف حتر. أنا بقول لك ليش هذا السبب. طيب بدي أوضح لك إياها محمد، بدي أوضح لك إياها. خليني أوضح لك إياها يا أخي. بدي أصيح زيك تفضل. بدي أصير أصيح زيك لحظة شوي يا أخي. أنا بوضح لك إياها. وضح لي. أولا ناهض حتر بيوم من الأيام طلبوا منه لندوة في لبنان عن العيش المشترك، فاقترحني أنا لأنه بيعرف إسلامي وبيعرف شو معنى العيش المشترك عند مصطفى أبو رمان. وعندما طلبوا منه مسيحي دعا الأب حنا كلداني لأجراس المشرق، لأنه الاثنين نحن نمثل يعني جزءا من هذا العيش المشترك وعندي الكثير من هؤلاء الأخوة. ثالثا عندما هو قالوا له في برنامج وأعادوه مرة أخرى في أجراس المشرق أيضا، قالوا له تكلم لنا عن الإسلامية والمسيحية في الأردن. قال في قلب كل مسلم مسيحي وفي قلب كل مسيحي مسلم عندنا في الأردن. هكذا نعيش نحن. من الذي أتانا بهذه الفتن؟ اثنين، عندما هو وضع هذا الكاريكاتير والذي هو السبب الرئيسي، هذا الكاريكاتير ماذا فيه؟ ما يفكر الدواعش به من عقيدتهم من رب حتى له لحية، لا، هم يفكرون برب أمرد، بشاب أمرد، ربهم شاب أمرد كما في كتب ابن تيمية. ثم ابن تيمية هو الذي يفتي لهم بالقتل من جهر بالبسملة فيستتاب وإلا فيقتل. هذا بالمجلد الأول في الجزء الأول في كتب ابن تيمية. هذه مرجعيتهم القتل. اثنين، عندما هو أشعر أن المسلمون استاءوا من هذا الكاريكاتير ما جلس الكاريكاتير ساعة أو ساعتين على وسائل التواصل الانترنت، حذفه وكتب اعتذارا أنا لا أقصد الإساءة إلى المقدسات، لأنه احنا بنعرف مين هو ناهض حتر الذي يحب المتدينين، وأنا كنت زرته قبل هذا الكلام كله، قبل أن يعني قبل أن شيخ مصطفى بس خلينا أكمل لو سمحت. اثنين، ناهض حتر رحمة الله عليه أنا أقولها لأنه اسأل من كان واقف بجنبه عندما قتل قال لا إله إلا الله، هذه واحدة. اثنين، ناهض حتر عندما يكون في قلبه الله عز وجل وهو موحد اسم أبناء المعتز بالله والمعتصم بالله مع خبر هذا الكلام. اثنين، اعتذر عن الكاريكاتير واعتذر أنه لم يرد ولم يقصد أبدا الإساءة، وجيش وسائل التواصل كلياتها أنه كافر ملحد وأساء للدين وأساء لله عز وجل. وهنا التدخل الفجائي ما كان موجود. ما عندنا دعسة فجائية دينية. مش قضيتنا لا يوجد لا يجوز لمسلم أن يزور كنيسة. من قال لك؟ مين حكى لك؟ مين حكى؟ أنا بجيب لك الأدلة. أنا بجيب لك الأدلة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفد نجران عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في المسجد وجاء وقت صلاتهم بصلبانهم وأجراسهم وبكل ما مظاهر المسيحية، وجاء وقت صلاتهم وسمح لهم أن يصلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم. اثنين، وقف يوما وقف عند هذه وقف يا أخي. لا بديش أوقف. طيب والله وقف يوما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. وقف يوما ومعه أحد أصحابه فقال طالما عصي الله ها هنا. وقف في كنيسة خربة قال بل قل طالما عبد الله ها هنا، لأنه أنت لا تستطيع أن تحكم على الناس أنهم يعبدون الله أو يعبدون ربك أنت، لكن ربنا الله سبحانه وتعالى للجميع رب العالمين، وليس ربي أو دون ربك أو غير ربك. لا أنا أتكلم معك. لهذا موضوع أولا دخول الكنيسة. عندما الصحابة راحوا إلى الحبشة وين كان حوارهم عند النجاشي؟ في المسجد. شايف اللي انت بتقول لي المتطرفين كان متطرف من نوع آخر، متطرف من نوع آخر، متطرف في تمييع الدين. اسمعني أنا ما تقاطعتك. سيدنا عمر بن الخطاب ما دخل كنيسة القيامة في القدس؟ ما دخلها؟ لا. ليش لا؟ لا ما دخلهاش. لا دخلها ونص. طيب احنا محمد مش على كيفك. هاي العهد العمرية. بقول لك الآن هو بقول لك أي واحدة. اثنين، قضية التعزية هي أنا عندي آراء المذاهب الأربعة
جايبها معايا، الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا يجوز تعزية مش بس أهل الذمة والنصراني، قال ويجوز مش تعزية قضيتنا الكافر حتى ولا التعزية. أنا بتكلم عليك كمسلم. على دخول كنيسة. دخول كنيسة بتكلم معنا. لا مش صحيح. مصطفى أبو رمان يتحدث لا عن نفسه، بيستدل بحاجات غلط. طيب لا هي بسمع منك، بسمع هاي المراجع ارجع لحاجة ابن عبدين. خليش اسمع لا هو اسمع سبحان الله. يا شيخ زي ما بقول اللي في عراسه بحسب أنا ما لي دعوة. بسمع لك ما لي دعوة بنهض حتى هو ما يحاول قضية لا يتحدث عن التعصب في الخطاب الديني. هو ما يحاول. هذا شيخ من التعصب الآن، من التعصب أنك لا تدخل الكنيسة ولا تعزي ولا تهنئ ولا إخوانك المسيحيين الأردنيين اللي معاك. إخوانك إخواني نعم إخواني. الخلق صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا كلام سيدنا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رحمه الله وجهه. الله يرضى عليك. احنا دين اسمع، الدين في مجامله مش مجامله. هاي هذا من ديني، انا بجيب لك ادله من ديني، ادله من ديني. وحتى بالحرف الواحد عند جميع المذاهب تقول له عظم الله اجرك واحسن عزاءك بهذا اللفظ. واحنا شعبنا والله يستحي منها. شيخ مصطفى اي مذهب؟ انا اقول لك عند الشافعية في كتاب المجموع الإمام النووي نقله عن الشافعي، وأيضا في حاشية ابن عبدين في الفقه الحنفي أيضا، وإذا أردت أرقامها في حاشية ابن عبدين حتى بعض الأخوة ما يقول لي ويرجع لها، يعني حاشية ابن عبدين الجزء الأول 604، والمجموع الجزء الخامس 306، وكذا في الأذكار 199، وانظر الحاوي 365، ومغني المحتاج الجزء الأول 355، وبقية المراجع كلها موجودة. يعني لهذا يعني أنا ما أعمل عمل بدون أنا 40 سنة في المساجد أضيعها بالكنيسة يا شيخ. سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وين مات؟ مات في الكنيسة. أقول عنه مات نصراني أو مات مسيحي؟ طيب. وهو عويمر بن القيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان مسيحيا قبل الإسلام وأسلم، ولكنه عندما توفي في الكنيسة. أقول عنه صار مسيحي؟ لا أنا مجرد ما دخلت ما قلت عنك ولا قلت عنك مسيحي يا أخي ما قلت عنك أنا مسيحي. الله لا تقولني ما لم أقل. أنا بقول لك لا يجوز. عفوا، أول حاجة أنت استدلت بالنصارى اللي أجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد الحباشنة. نعم. بدي أسألك سؤال، هل يجوز الآن لنصراني أو يهودي أن يدخل مكة والمدينة؟ والله أنا لا أفهم. لا موجود لغير المسلمين. يا أيها هذه عاشوا فيها بداية، عاشوا بس نزل حكم نهائي، نزل حكم نهائي. يا أيها الذين آمنوا في القرآن. دقيقة أنا أقول يا أيها الذين آمنوا اللي بقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا واحد. اثنين، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وفاته شو قال؟ الصلاة. وما لك قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا قول سيدنا عمر وليس قول رسول الله. وإذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحداك. تتحداني؟ هل بتتحدى؟ بتحدى. احنا مش طب اقول لك على كل حال اخي محمد انا طبعا هذا مش موضوعي، بس لو جبنا له وبالبخاري ومسلم بقعد يقول لك شو اسمه. اذا الان آية بقول لك اخواننا النصارى، هو لما ربنا بيقول انما المؤمنون اخوة. طيب. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. أنا الآن في طور كتاب على هذا الموضوع علاقة المسيحيين بالمسلمين في كتاب الله عز وجل. يا أخي أنا ما بجامل يا أخي الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شو يعني رأيك؟ يعني بدنا نغير ديننا زي مش هترضى أنت يا أخي؟ بيني وبينك فحسب. يا أخي ما بديش من المستمعين أنا. يا أخي أنا إلي دين، أنا بناقشك كمسلم. وأنا بناقشك هاي الآية اللي ذكرتها الآن. هاي الآية وغيرها. أولا إنما المشركون نجس هي في مشركي العرب. بالله عليك. نعم. والباقي المشركين. لحظة شوي عندي الأدلة على ذلك. لأنه إذا كان هذه الآية تعتقد فيها أنه باليهود والنصارى، لماذا يدخلون النصارى بعد هذه الآية إلى مسجد رسول الله؟ ما دخلوا، ممنوع. منو قال لك؟ أنا بقول لك ممنوع مش على كيفك. ممنوع دخول اليهود والنصارى لا المدينة المنورة ولا مكة المكرمة في كل حدودها، ومكتوب هذا لغير المسلمين. هذا الكلام ليس من ديننا أبدا. لا هذا من دينك، لا من ديننا احنا، بس مش من دينك انت. بجوز من دين مش من دينك. عفوا الآن يا محمد هو لما يجي فكرة جديدة. يا أخي انت لا عندك تغير ديننا. قرآن أنا بجيب لك، مش بجيب لك حديث. قرآن بقول لك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون يتناول وفق أنا ما
اليهود عايشين ما في اسمع، المدينة يا ديننا أخي. مش وطني. الله بيقول انما المؤمنون يا اخوه، طيب. مش اليهود والنصارى والكفار والبوذيين هذه يا اخوه. الكلمة الحين ما قيلت طبعاً. المؤمنون. طيب ماشي. هذول في منهم مؤمنين يا أخي. ما فيش ولا واحد مؤمن. ليش؟ الله بيقول لقد كفر. طيب لحظة شوي. يا اخي الله بدي اقول لك، اقرأ الآية يا اخي بقول لك 62 الله قال. اسمع لي بس الآية الواحدة يا أخي. أنا ما تفضل بسمع تفضل معي. تفضل. إن الذين آمنوا من اليهود والنصارى والصابئين لا خوف عليهم ولا يحزنون. ان الذين امنوا من اليهود. من جبت هذه الايه؟ 62 في سورة البقرة. طول لي مصحف. طلعها. آية 62 في سورة البقرة. آه. هذه الآية موجودة في كتاب الله عز وجل. بالله عليك. 2. آه. شو بالله علي؟ هذه آية هيك الآية. يا زلمة أنا مش ولد صغيرة، مش مجنون. هذه آية في القرآن أيوة في هيك. سورة البقرة. يعني إنه هذه الآية أقول لك بدي أفترضها مضبوط، وهي مش مضبوطة الآية يعني. مش مضبوطة إن يا الذين زلمة. آمنوا والذين شوف، إن الذين آمنوا مش من اليهود، إن الذين آمنوا والذين والذين هادوا والنصارى والصابئين. إن الذين آمنوا الواو تفيد المغايرة. الله يرضى عليك. أي مغايرة؟ أن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ها شوف. لا وما في والذين أشركوا. هؤلاء ما في والذين أشركوا. ما في والذين هؤلاء أشركوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. طيب. يعني ما مش مؤمنين. كيف دقيقة ما لحظة نفصل يا أخي، بينهم. لحظة شوي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آخر الآية. لا يا أخي مش هيك، الله يرضى مش على كيفك يا ابن الحلال. عكيفي ونص هذا كتاب الله عز وجل. عفوا خليني بس- خليني- يا دقيقة. هو اللي طيب. بيقول لك دقيقة بس، بدي اسمع. هو لما بيقول لك هذول مؤمنين، الله شو بيقول في القرآن؟ 3 آيات في سورة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا لما كنا لمسنا الذين كفروا من هلا عذاب انت لما لقد بتجيب كفر. هاي إذا الايات الآن- هذا إذا- الجانب، نعم في منهم كذلك، لكن فيها. في جانب اخر في كتاب الله عز وجل يتكلم اني اتزوج منهم واكل طعامهم وابرهم وابسط حكم اليهم. شرعي، هذا حكم لمين؟ شرعي، حكم شرعي. حكم شرعي. طيب اليوم أحل بمن؟ اليوم أحل اذا كانوا مشركين ونجس، اذا مرت في نجس كيف يا ياكل ابن من إيديها الحلال. يا زلمة؟ الله كلنا أهل إذا الكتاب. إذا إنما المشركون نجس، هاي زوجة النصرانية المسيحية إذا كانت مشركة ونجسة كيف بدي أمن نجاستها على أولادي وعلى نفسي وعلى صلاتي؟ نعم. شو هالحكي؟ نعم يعني إذا في توفيق بين الآيات يجب أن ننتبه إليها. نعم. طيب محمود خليل من الشوبك عبر الهاتف. أستاذ محمود أنت على الهواء، مداخلتك. أستاذ محمود خليل من الشوبك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد. تفضل أستاذ محمود. يا هلا. صوتك ضعيف استاذ محمد. أنا بسمعك كويس. مداخلتك. استاذ محمد، محمود خليل غنية معك. أهلا وسهلا أستاذ محمود. يا أهلا. كيف حالك استاذ محمد؟ أهلا وسهلا. أهلا. انا بشكرك على الحلقه وعلى الحلقه الثانيه هاي، وبحييك وبحيي الشيوخ الافاضل. أهلا وسهلا. يعني صراحه لو انسان الو نعم بعيد عن نعم. التلفزيون ومسكر التلفزيون. لا يعني استمر بنسمعك أستاذ محمود، استمر. كيف صوتي هسه كويس؟ ممتاز، صوتك كويس. مداخلتك. طيب الله يحييك يا استاذ محمد. يعني صراحه لو واحد غير مسلم بيتفرج على الحلقه صراحه بقتنع في كلام الشيخ مصطفى والشيخ خالد الله يهديه. يعني وين هو من ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. مشكور. سامع صوتك استاذ محمد. أنا نعم بسمعك معك. بسمعك سامعينك والله يا أخي. أستاذ بارك الله محمود. فيك. نعم. نسمعك. استمر بنسمعك. فبقول يعني الشيخ الخوالدي الله يهديه وين هو من ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. يعني عنده فكره بدي يوصلها بطريقه بحكمه فهو الان واضح يعني من خلال مشاهدتنا لهالحلقه يعني هو بيدعو لتنظيم معين، لا شيء ما شيء في باله. يعني الشيخ هذا بيمثل الاسلام، انا في نظري بيمثل الاسلام اللي هو الشيخ مصطفى. الاسلام اللي هو السمح، الاسلام اللي ما بيدعو لفتنه، الاسلام اللي بيدعو الى انه للبشريه جمعه. فحتى الله سبحانه وتعالى لما فرض الفروض الخمسه اشترط فيها الاستطاعه. يعني الزكاه لا اشترط فيها الاستطاعه لما تبلغ النصاب عندك. الجهاد لما يصير عندك قوه جاهد، ما عندك قوه بدك تقعد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوه 3 سنوات وهي دعوه سريه. سريه ليش؟ لانه ما في قوه. فالشيخ الخوالدي بده بهيج في الدنيا وبهيج. وين انت يا شيخ؟ الان انت الان في الحديث هذا قاعد تخدم الغرب. تخدم الغرب وبتعطيهم فرصه وبتعطيهم مبرر وبتعطيهم كل شيء. يعني زي اللي بقاتل بفجر وبيسوي. مو هيك يا شيخ خوالدي؟ الله يهديك، الله يحفظك.
شيخ مصطفى يعني كلامه منطقي وبيقتنع فيه الانسان. والشيخ الخوالدي انا هيك اتضح لي صراحه، يعني اذا تولى واستلم منصب الشرعيه اللي بينادي فيها هسه بعدين بيقول الشرعيه مطبقه في الدستور ال 23 زي ما قالوها في دول ثانيه. اتضح كل شيء يا شيخ خوالدي، الله يهديك ويهدينا الجميع. كل شيء مفهوم الناس، ما ظلت الناس اتضح للناس كل الامور. طيب شكرا. شكرا. الحروب الاسلاميه. نعم، شكرا أستاذ محمود خليل من الشوبك على اتصالك. الأستاذ محمود ممتاز من عمان. أستاذ محمود، مداخلتك أستاذ محمود. أستاذ محمود اسمعني عن طريق التليفون. أنا دائما يعني أشير على الإخوة المتصلين أن يسمعونا عن طريق التليفون، ابتعدوا عن التلفاز إذا سمحتم، لأنه بيكون بيننا يمكن 5 ثواني حتى ما يكون في مسافة أو صدى. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ محمود، مداخلتك بس أنا سريعا. بدي أوجه رسالتين بشكل مختصر. تفضل. أولا طريقة طرح الموضوعات اللي بتختارها جلسات آخر فترة وكأنها توضع الإسلام في قفص الاتهام. الإسلام غني إنه حدا يدافع عنه، لأنه الإسلام أصلا مبدأ ومش هو قفص الاتهام، تجديد خطاب ديني أو التسامح. في مواضيع أهم اليوم يجب أن تطرح، موضوع الغاز وموضوع المناهج وعلمنة المناهج. هذا الشيء يجب أن يتم. يا أستاذ محمود، إنه لو تابعتنا امبارح حكينا عن الغاز، لو تابعتنا أول امبارح حكينا عن المناهج. هذا رأي عام. أولا نعم. الإسلام مش بقفص الاتهام حتى ندافع عنه. الرسالة الثانية بدي أوجهها للشيخ مصطفى أبو رمان، يعني في طريقة طرحه. أولا هي طريقة طرح تمييع للدين وتوافق مع المنظومة العلمانية اللي بتحكم. اليوم الإسلام ما بحكم حتى إحنا نحاسبه، اللي بحكم اليوم العلمانية والنظم العلمانية، لذلك هي الأصل أن تحاسب وهي الأصل أن تحاكم. بيجي بيطرح لي فكرة التسامح والتعايش. اليوم في بلغاريا تم منع الحجاب والنقاب، اليوم في إسبانيا هذيك المرة وبفرنسا. ليش هم ما بيتسامحوا وبيتعايشوا معنا؟ ليش إحنا المفروض نتسامح معهم كنظم علمانية؟ أنا بحكي بتفصل الدين عن الحياة وبتتغنى بفكرة الديمقراطية والحريات والى آخره، وهم نفسهم كفروا فيها. فهم أصلا التكفيريين وهم أصلا الدواعش المتطرفين من وجه آخر. وهو عنده فوبيا من نوع الداعش، وكأنه كل من يطرح فكرة الشريعة الإسلامية يعتبر أنه مع التنظيم هذا. وحاشا وكلا أن يكون تنظيم مخترق في سوريا والعراق أن يمثل مشروع الإسلام النهضوي. اليوم المسلمين واعيين، اليوم أغلب الاتصالات اللي حكت معك أستاذ حباشنة بتطالب بإعادة المشروع النهضوي للأمة الإسلامية. اليوم واقعنا اليوم بيحكي إنه لابد من إعادة منهج إسلامي راشد يحكمنا بعد ما شفنا وذقنا الويلات من الحكم العلماني والحكم الرأسمالي اللي بينهب ثرواتنا واللي بيقضي على بلادنا واحتل بلادنا فلسطين والعراق وسوريا. بس بدي أوصل رسالة أخيرة. أغلب الناس اللي طرحت على الدكتور ثابت خواجة يعني للأمانة شخصنة الرجل. وين طرحهم الفكري والشرعي؟ الأصل أن يكون طرح فكري شرعي للرجل. بيشخصنوه بيقولوا أنت ممنوع تطلع وممنوع بدك شو اسمه. لا يا رجل، طرح فكري وليس طرح شخصي. فالناس اللي حكت مع الشيخ ثابت خواجة الأصل أنها تأتي بقال الله وقال الرسول ولا تأتي بالشخصنة إن كانت فعلا. نحن دعينا إلى ذلك أستاذ محمود، ولكن بنفس الوقت أنت تتحدث أو تنتقد طبعا يعني عنوان الحلقة أو طبيعة أو طريقة الطرح. أنت معي أستاذ محمود؟ معي عبر الهاتف؟ ألو محمود ممتاز معي؟ راح كأنه فقدناه على ما أنا كنت بدي يعني هو أجا في كوفية. لا هو لا يعني لحق المتصل أن يبدي. فأنتم جوسات والله ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم، يعني بتجيبوا برامج متنوعة وبكل ما يهم الأمة وجزاكم الله خير. أما موضوع الإسلام النهضوي أنا بدي أقول لك يعني إنه أطغى طاغية في العالم في الوجود كله فرعون. ولما أمر الله عز وجل أنبياءه موسى وهارون عليهما السلام قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان الله عز وجل بعث أفضل الخلق في زمانهم إلى أشر وأسوأ الخلق في زمانه إلى فرعون، وكان هذا الخطاب، ماذا تريدنا أن نخاطب البشر؟ نخاطبهم بالقوة، نخاطبهم بالإقصاء، بالمصادرة، بإلغائهم؟ هذا إنسان، هذا أخي في الإنسانية، هذا أخي في المجتمع وفي الوطن، هذا أنا وإياه أمثل وطن الأردن مهما كان دينه ومهما كانت مذهبه ومهما كان أيديولوجيته وحزبيته، مهما كان، حتى لو كان ملحدا. أنا عندما حاورت ملحدين بالنتيجة وصلت معهم إلى نتيجة، وقال سأحترم ربك، وهذه النقطة الأولى. بعد فترة قال لا إله إلا الله، وقال أنا آسف يا شيخ، والله جدا آسف على ما صدر مني
في البداية كان يعني يهاجم هجوم يعني لا يعترف بالله عز وجل كليا، وبالنهاية قال لا إله إلا الله. عندما ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذه الرحمة أين هي الآن؟ فينا كلنا جميعا. طيب. نحن بحاجة إلى أن تمتلئ قلوبنا رحمة وأن تمتلئ قلوبنا محبة، لأن عندما نقرأ في أول ما نقرأ في صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم. كملها يا شيخ بالله عليك، تكملها للآخر. اهدنا الصراط المستقيم. طيب يا أخي خلينا أكمل. الذين أنعمت يعني عليهم. لا تقاطعني، كملها. خلينا أكمل، بدي أكمل. كملها، ما أنت 100 مرة رب العالمين والرحمن الرحيم في هذه السورة. كملها. صراط الذين أنعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم. من هم؟ هلا هذا هو حكم عليهم. هذه الآية تقول بحكمهم بحكم عليهم. حكم الله لا. عليهم. ايش حكم الله عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اروح اقتلهم؟ لا، انا جاي لك روح اقتلهم. ما اتشارك معهم بتتكلم عفوا بتتكلم عن فرعون وودى سيدنا موسى. يعني من هو ذهب الى فرعون هذا الزمان؟ بده الخطاب خطاب الحاكم بده يطبقه على خطاب الفرد. يا ابن الحلال يا شيخ عندما يسمعني مسؤول الآن وأتكلم معه بالعقل وبالمنطق وبالحكمة وبالرحمة سيسمعني وبيطبق شرع الله. بيطبق شرع الله. وأنا رأيت جزاك الله خير. خليني امشي وراك. كثير من المسؤولين عندما تكلمت معهم وكثير من السكارى والفاسقين والضالين والمنحرفين. أنا صار لي 40 سنة في المساجد، مو معقول إنه في هذه ال 40 سنة ما اهتدى ولا تغير. 1000 نادي ليلي بكم 70 فيش ولا نادي ليلي. هلكت 1000 نادي ليلي عندك وأكم من بيوت ومخمرات. وين أنت؟ لك مش عايش في البلد الظاهر. لا أنا شايف أنا عايش بالصوفية وأنا ساكن شارع الوكالات. طيب كويس. طيب يعني مش شايف انت المنكر اللي موجود؟ شايف. طب اين انت منه؟ اين الدعوه الى الله عز وجل؟ ما احنا قاعدين الان انت لا تخلط الامور يا شيخ. انت اللي بتخلط. الان خطاب الديني ماذا يسوي؟ خطاب الديني يكون دواعش، خطاب الديني يعمل اسلامفوبيا. انا اريد ان انتهي من هذين الامرين. انا اريد ان انتهي ابني ما يكون داعش وساكن معي يقتلني بكره. طيب. من الاعلام سيء، او يذهب الى مسجد ويسمع خطبه ويرجع يقتل ابوه. يعني نظرا لانه يعني الوقت داهمنا، فبالتالي ضاق الوقت كثيرا علينا. الان فيما يتعلق بالموضوع، نحن نتحدث عن التعصب والتطرف. الان من مكونات المجتمع ايضا نحن عبارة عن خليط ما بين المسلمين وما بين المسيحيين. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى التعايش. طيب حينما تقول كذا، ألا يعتبر مظهرا من مظاهر التسامح والتعايش حينما يصادق ويزور ويتحاب وعند الدليل أخوان المسلمين إلى المسيحيين؟ في فرق بين المعاملة الحسنة طيب والولاء والتناصر في الدين. ما عندنا ولاء إلا لله عز وجل. فرض على المسلم أن يعامل المسلم وغير المسلم في ظل الدولة الإسلامية، فرض عليك. طيب الولاء والنصر. هلا ما في دولة ما عاملهم كويس. لا طيب الآن حينما يزور على عزائه ألا يدرج ضمن المعاملة الحسنة؟ إذا أنت جارك بجوز الزور وكذا، هو ما زاره لأنه صديقك يا أخي ولا وصديقك يا أخي هو ما زاره هو ما هم اسمع عفوا اللي راحوا زاروا ما زاروا لأنه ناهض حطر جارهم أو كذا. أنا ما إلي في ناهض حطر الصحيح ولا موضوع نحن ناهض حطر. أنتم يعني أنت دخلوا تدخيلهم. عن الآن التسامح. نعم فرض على المسلم أن يعامل جيرانه من غير المسلمين بالمعاملة الحسنة الطيبة، فرض هذا ما مطلوب منه. كويس. أما أن تذهب لتحقق غرض سياسي، غرض يعتقد البعض ان هذا هو الاسلام. لا يا اخي انا ما عندي ولاءات سياسيه. ما بيصير انك تروح على الكنيسه. لعلمك لا عندي ليش مش راح على الكنيسه؟ عفوا مش بقول لك هو راح على الكنيسه. ايوه انا بدريش تفاجئت انا هو راح على الكنيسه. طيب ليش ما راح على سعيد عمر؟ الان هو ليش ما راح على سعيد العمر؟ الفرق بين عمان والكرك يعني، وانا ما عندي قدره ماديه. يا اخي ما انت عندك قدره والله معك ما بظنيش يا شيخ ما بظنيش مش يعني. لا يعني مش اقول لك مش انت اسمع شيخ سعيد شيخ مصطفى مش انت طب انت يعني انت رحت نعم راح من ينيب راح من ناب عني. ليه؟ ليش ما رحت انت؟ نعم لا ليش ما رحت انت؟ يا اخي انا رحت على مكان اخر. لا ما بروح. لا بروح صدقني غير بكره اروح احنا مش على احنا الشاهد عفوا على راسي باخذك احنا الشاهد نفتخر به ورحمه الله عليه. واسال الله ان يقبله بالشهداء شيخ مصطفى لو ان الدوله راضيه عن سعيد عمرو كان رحتوا.
هاي الفرق بيني وبينك وبين فلان وهذا. يا زلمة لأن الدولة تريد من يا ابن العلماء الحلال. أن يذهبوا إلى هان وما يذهبوش لهناك. شوف قول لي بس. لو ان الدوله راضيه عنه، طيب أنا بدي يعني هو انتهى وقت البرنامج. كلمة على اللي بقول لكم. هو وقت البرنامج انتهى. لكن السؤال أستاذ ثابت، أحد الأخوة المتصلين منذ قليل أشار وقال بأنه يا شيخ ثابت طرحك بهذه الطريقة يخدم مصالح الغرب الذي يسعى إلى تفكيك المجتمع الواحد. أنا أدعو، هاي اسمع عفوا دعوتي واضح، هاي بدي أحط لك بند عريض. أنا أدعو إلى إقامة دولة إسلامية كما أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يستخدم ولم يرفع السلاح حتى أقام الدولة. أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية اللي هي بنسميها طلب النصرة. كان يذهب إلى القبائل ويقول من ينصرني من ينصرني من يمنعني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. أنا أدعو الجيوش في البلاد الإسلامية هؤلاء المسلمين أن ينصرونا لنقيم شرع الله. لا ندعو إلى استخدام الدبابة ولا إلى المدفع ولا إلى القتل ولا إلى الدمار ولا إلى التعصب ولا إلى التعصب. طيب. يعني ندعو إلى الطريقة. نعم، يصيروا جيش حر يعني؟ كيف؟ ما هي بدأت هاي الدعوة بسوريا بهذا الطريقة. الرسول جيش حر. اسمع اللي انفصلوا عن دقيقة. أنا حكيت كلامي واضح يا شيخ مصطفى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى زعماء القبائل من بيدهم الحل والعقد وكلهم من ينصرني، فبايعوا أهل المدينة اللي بيدهم الحل والعقد، عرفت علي؟ بايعوا أهل المدينة وهاجر إلى المدينة، عرفت علي؟ مش انه والله انه جيش حر ظلك. بس والله شيخ ثابت يعني برضه بالمقابل شباب الاعداد يعني احضروا المصحف طيب الكريم كويس للشيخ مصطفى حتى يقرا لانه هذه ايه يجب ان نختلف عليها على الهواء مباشره. الايه 62 كما ذكرت الحمد لله حافظ رقمها. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين انتهيت من آمن بالله. بدنا نستمع. كمل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تفضل. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له طيب وأنصتوا. تفضل. أرجوك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كويس. أنت قريت هيك أول ما قريت هيك شيخ؟ أنا هيك قرأتها. لا أنا اللي قرأت هيك. طب فسر لي اياها. فسرها هاي مهمة. أنا اللي قرأت هيك. والله ارجع هاي يعيد. والله لما قلت لك الواو تفيد المغاير أن الذين آمنوا والذين هادوا أنا اللي صححت لي إياها. معنى الآية اقراها فسرها. من معنى الآية يا سيدي. معنى الآية يا سيدي الآية واضحة كل الوضوح. نرجع من الأول. الذين الرئيسي هو القرآن الكريم. والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. إذا في منهم مؤمنين بالله واليوم الآخر. كلها عطف على الواو تفيد العطف. نعم. إن الذين وعمل صالحا. نعم. يعني في منهم مؤمنين ويعملون صالحا. نعم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يعني في مؤمن لحظة شوي. في مؤمن يهودي. نحن في سياق واو العطف. في آية قرآنية كاملة. الواو العطف تفيد المغايرة. يعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى كل واحد بيختلف عن الثاني. لا بالنهاية من شوف بالنهاية التبعيض من آمن. من هو الآمن منهم؟ اللي بيآمن يعني يؤمن بمحمد. اسمع، من آمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بالله ومحمد والقرآن. هاي المقصود. مش من آمن بيش بده يآمن. معلش. هلا هو أورد قبل شوي آية ثانية وقال يعني ليست اليهود، وذكر انه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وجاب الايات الجانب السلبي الى اخر كذا. لكن ماذا تقول في الايات التي تقول ان الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وانت ذكرت الحديث من هذا كويس. كملها يا اخي، كملها. مش يا اخي عندما يستمع المستمع الى هذه الايه فقط دون ان يستمع الى الجانب الاخر مع التعامل مع المسيحيين واليهود مع اهل الكتاب والصابئين كمان. والله دقيقة. عندما لا نسمع موضوع. نريد ان نسمع الناس ان هناك علاقه اسلاميه مع غير المسلمين. طيب كويس معلش. بالله للمرة الثالثة شيخ مصطفى أرجوك أستاذ ثابت بدنا نستمع للآية مرة أخرى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسرها بالله يا شيخ ثابت. إن الذين آمنوا والذين هادوا فئة ثانية. أوكي. والنصارى فئة ثالثة.
والصابئين. من آمن منهم من هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر. اسألني الآن مسيحية الأردن يؤمنوا بالله ولا لا؟ لا بيؤمنوش بالله. والله الخوري قاعد بيقول الله ومحمد رسول لا الله. لا بيؤمنوش بالله يا أخي، ما بيؤمنوا يا بالله عمي يا بكرك محمد. عندكم الخوري من المعايطة ولا لا؟ نعم. بالله عليك هلا الشيخ الله الخوري الله الأب محمد هذه المشكلة. اسمع يا محمد أنا المشكلة. ها الشيخ مصطفى يحمل فكر تصالحي، فكر تمييعي للدين، وحدة الأديان. مش تمييعي وحدة مثل ما قال هذا المتصل. أنا لا مش وحدة أديان. لا 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 أنت تعلم وأنا أعلم لا 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 أن لا. النصارى لا يؤمنوا بالإله الذي نؤمن به، ولا يؤمنوا برسولنا، ولا يؤمنوا بكتابنا، ولا يؤمنوا بقرآننا. والله قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. النصارى بيقول الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة باسم الأب والابن والروح القدس. قالوا إذا من أين أتيت من أن النصارى مؤمنين؟ هذا موضوع آخر يا بالحلال. أنت هذا كفر مخرج من الملة. من يعتقد شوف من يعتقد، اسمع محمد، هذه قاعدة فقهية. من يعتقد وكأنك كفرت للشيخ لا مصطفى. دقيقة، أنا بدي أقول قاعدة فقهية. من يعتقد أن اليهود والنصارى ليسوا كفار فهو كافر. يا سلام، قاعدة فقهية. من وين هاي القاعدة؟ من وين القاعدة؟ من القرآن. ليش تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنك أنكرت مما هو معلوما من القرآن بالضرورة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يتزوج من النصارى؟ جائز الزواج. اليوم طيب أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ذلك رسالة. والبعض يقول بأن في زواج الرسول عليه الصلاة والسلام نحن حكم شرعي نبحث في أحكام شرعية. يجوز زواج النصرانية واليهودية أهل الكتاب ويجوز أكل لحمهم. أما أن أجي أقول إنه اليهود والنصارى مسلمين ومؤمنين وموحدين. مؤمنين يا اخي موحدين هسه يعني لو اتصل فينا الان احد اسمع. الاباء اللي انا بعرفهم لقال لك انا مؤمن بالله اكثر منك. مؤمن بالله يعني مؤمن بما في القرآن. مؤمن بالله عز وجل اكثر مني ومنك يا اخي. ما هو احنا مش بس ايماننا بالله، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يا سيدي. هذه درجة ثانية، هذه درجة ثانية لكنه مؤمن. هذا بحث اخر. انت وسنصل الى ماذا سنصل بالنتيجة؟ انه احنا اللي داخل الطش احنا في الجنة وبقية الكرة الأرضية في النار. يخلف عليك. أنا بدي الناس اسمع، بدي الناس تعرف أنت تقول أنك أنت تقول أن اليهود والنصارى ليسوا كفار. بدي هذا الناس تعرف الكلام. نحن فيه مؤمنين. ما فيش بنص الكتاب فيش فيه مؤمن ولا مؤمن. من يقول أنه يهودي أو نصراني ليس بمؤمن بنص القرآن. طيب. وإذا ما معنى الكفر؟ ما معنى الكفر؟ وإذا محمد بحب يعمل حلقة ثانية بنجمع الأدلة ونشوف إنه فعلا في يهودي أو نصراني مسلم. نحن دعاة تسامح وتعايش ومحبة. نحن دعاة لا قضاة. ونحن إذا تحدثت طبعا يعني أنا من خلال رسالة الفضائية، ونحن من دعاة التسامح والمحبة والتعايش. كويس. ونحن نؤمن بأنه كل مكونات المجتمع لها كل محبة ولها كل احترام. الآن دقيقة لا ندعو إلى الفتنة. كويس. ولا ندعو إلى الكراهية. كويس. ممتاز. ولا ندعو إلى الحقد، وإنما على العكس تماما. كويس. هنالك احترام لكل الإخوة المسيحيين ممتاز. كما هو الاحترام لكل الإخوة يجب فرض علينا أن نعاملهم بس لا يعني في فرق في أمور عقائدية بنوقف حتى لا نفهم خطأ طبعا من خلال هذا اللقاء وهذه الحلقة. نحن أردنا أن نتحدث في هذا اللقاء عن خطاب التعصب. نعم. الدين. نعم بالضبط. نعم. الآن الله هو اللي قال. وهذا يدرج قال قبل شوية شوف شو ما كمل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. لا أنا ما خليتني أكمل. ولم يخرجوكم من دياركم. هشوف أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. شوف أنت طيب. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هناك البر يا سيدي من معاملة هذا عقيدة. من يقول خلاف هذا الكلام يا رجل؟ أنت بتقول ما قلت. بتقول النصارى واليهود مسلمين. فيهم مؤمنين. ما فيش مؤمنين بنص الكتاب الله عز وجل. مؤمنين. طيب احنا وصلنا الى نهايه اللقاء، ولذلك يعني الحديث في هذا الموضوع طبعا شائك ولا ثواني يعني. تفضل كلمه اخيره. ايها الاخوه المستمعون الينا. يعني أشكر لكم يعني استماعكم وبارك الله فيكم. أقول يا أيها الناس يعني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو لتعاركوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والخطاب للناس جميعا. ولهذا واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فلنكن جسدا واحدا قلبا واحدا كما عهدنا هذا الأردن العظيم بقيادة سيدنا حفظه الله تعالى، وحفظ الله هذا النظام الذي يحافظ على هذا الوطن ويحافظ على هذا المواطن. يعني حتى لو أذيت أنا سأبقى مع هذا الوطن، حتى لو هددني كل الأردنيين سأبقى مع هذا الوطن، لأنه كل الناس هاجرت إلينا. أين نحن نهاجر إذا صار شيء؟ أنا أفدي وطني يعني كما أفدي ديني بروحي ودمي. نعم، جزاكم الله خير. طبعا يعني وصلنا إلى نهاية كلمة أخيرة هيك بس، يعني نقول أن الغاية الله سبحانه وتعالى، أن الغاية هو الإسلام، هو الدين، وليس الأرض ولا أي نظام. الغاية هو نيل رضوان الله سبحانه وتعالى. بقول للشيخ مصطفى ولا غير الشيخ مصطفى، لن ينفعك أحد يوم القيامة، لن ينفعك إلا عملك وعقيدتك. وعقيدتنا أننا نريد الله ورسوله. وصلنا إلى نهاية اللقاء، لذلك لم يتبقى لدي إلا أن أشكر ضيفي الشيخ مصطفى أبو رمان والشيخ ثابت الخواجة. شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، كما أشكركم أعزائي المشاهدين لحسن متابعتكم. ومني أنا محمد الحباشني أجمل التحيات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله من برنامجكم بكل جراءة. تصبحون على ألف خير.